اوكي مرحبا سلام كلكم ابزيم سنة ابزوم زلكم يكونكم ونتم بفيسبوك تكاتلونا لومنكم وترو كم تيسون ناوي نايلو مشهد سمينارنا نجمر لنا مالتيو تنايلو مشهد سمينارنا يعني بفلاي ابزوان زي امين دمس خيدو كارلا نوزي ايكو غيرو ليت ماي فيسبوك اقات ام بزح نقرات كفيتر لهود ماني اي رخبكوات اوكي دقيقة سلام بلكم نخلكم نقعد حنمتاكم كبر قشانا استاذ من كتابكم بعد حنمتاكا نايلو مشت سمينارنا عبدن جمر لك عبزو وانزي فكرنا يكون عب كبابينا احنا عبدالنفات كاتاتو بفلايتي اب سودان تولي عزق يكون قمونا بسيا حدثنا كتاتو مالتي نالكل زي اب قمت بمتاو انتاي تخيد بالرخونتات هاجرنا يكون نتخباتنا بملوك يطلعوا عبد الله رئيسي لو مش كاشانا تابع كون كوينو نكو عبد الحمد زاكاس تابع كله نقعد حنص أنا حكم أمينة هو كابز غتسيلنا لو مشيت ان شاء الله استاذ قرماي مسانا لو ابتي مترجمون كمسانا كغتسلي مالتيو اب من محضر بصوت دكتور نبيل كم استاذ ابو ناصر قرب مجشا يزلو كوين جنافتي ناي ادمي سراح كتحبابرناي استاذ منقص اسمرهم نمجمع رجزي يكون مسانا ابززلو كان حجون اب غاشا هوينو يمص انتنبره انتي سومون تكون كابز غزاز تفلي زي فلت حادي كابتن روقحتات نايز غزا كل جزي بمورالكم بكل حاضرنا بتصنحه غاشانا زي كون سني اكل نايزي غزا مكانو كرغاغت فتو مالتيو انكو عبد حن متصاكا دقيمه وتعدلونا بخاف قدفو تجيزي نمقصاب زاكل بغتا افتو قداينا احنا اتو تفضل اوكي سمع دلخو هو سمع لها اوكي يقني اللي امينه بمقتصال كان مجموعه حوار الوطني نزقبر اللي ادمه خمسجن فوتو بزي اقاطامي زي ابيله دما نخلكم ابزي تساتفوا زلكم نمبل 32 عامت نصانت ناي إرترا يوحنا خبلكم فتو بأخو ابيله كان حزب إرترا ناي يوحنا ملأختي كم حلالف فتو كمتي أمينو زتقصو ترئستنا وانا ومعباليتات اب غربابتنا هجراتن صلواتاتون صعبيناتون ابتي زوبان اب هاجرنا يزبل مالتي سلازي بتنا إثيوبيا كجمرة وانا ومعباليتات اب إثيوبيا خنبل انكلنا حجي تقدمي بريتوريا زنبره درجة نكاتاتولو نبرنا قداي بزح تزاربنا له قداي مالتي كابو البريتوريا استخدموا على جميرو صحيح ذل اوان انتي مثل قال كفتني سلازي قرماي نبا خاطر فاني اولا اشكرك اخي امين واشكر ايضا حوار لواعي مشترك لاستضافتهم لي وأود أن أحيي عبركم
جميع الحضور والشعب الإريتري قاطبة بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والثلاثون. كما هو واضح في الإعلان، طبعا سوف أتحدث حول التطورات الحالية في دول الجوار، التطورات الحالية في دول الجوار وانعكاساتها وتداعياتها على المنطقة. وسوف أبدأ من إثيوبيا. كما تعلمون طبعا التطورات تبدأ ما يعني متلاحقة بعد اتفاق بريتوريا أو جنوب أفريقيا حتى هذا الوقت، فبالتالي حأبدأ من هذه النقطة وأتقدم إلى أن أصل إلى التطورات الحالية. اوكي، قدامي سي بريتوريا تبصح قدامنا توهيبو استرأي قداي انتايو تخصي تطو مبالن زلاقي ناي تصابؤوتات مقورات سمم مختامن زبل ينيرو مالتي. زي منغوختي شنخات فدرالاوي منغستي إثيوبيان منغو ويانين ويكا حالتات مكلخال تقراين أبستقبر رخكب أبسمم معتبسيحو زرزر مدابات كا تغيرلو مالتيو بحفشوس او حدا ورحي اتي بريتوريا استغبر سممع توديو برتن مراد اتي كللات نمن بتصحو موسان كله توديو وشتي 30 معلت خود الله زبل سممع نيرو اتي تقداي قليل كم زي كونه زي كونس شدشت ورحي غيرلو كله تي زتل على بريتوريا دحريونا بكينيا زقصله مالتي بنيروبي كلت اسم معات غير نيرو كله اي تفصمن زلو مال ግን زينا توكسي تطو مبال انت دا خوينو درجه دحن تخيدو خبال يكال مالتي سراويت مكلخال تግራይ ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ናይ ኣምሓራ ናይ ዓፋር ኣዝሊቁ ማለት እዩ ከበቲ ዝነበረ መሳርያታት ውን ኣረኪቡ እቲ ፌደራላዊ ሰራዊትን ፌደራል ፖሊስን ውን ናብ ትግራይ ኣትዮም ቦታታቶም ክሕዙ ክኢሎም ስለዚ ከይነው ሓካ ማለት እዩ ቀጽል ግርማይ طبعا اتفاق بريتوريا كان يعني وكل بنوده كما هو معلوم طبعا اتفقوا على كل شيء، لكن الاتفاق في البداية كان وقف إطلاق النار وأيضا وقف العدائيات فيما بيناتهم، ثم البنود الأخرى. وفي خلال 30 يوما طبعا وخلال شهر بدأوا وأنجزوا بعض الأشياء، وبعده دخلوا في إنجاز تفاصيل الأشياء. أيضا عقدوا اجتماعين في كينيا بمدينة نيروبي. الأشياء اللي اتفقوا عليها، البنود اللي اتفقوا عليها هي بنود كبيرة وليس هي سهلة، لكن بدأوا وأنجزوا بعض الأشياء، لكن حتى الآن لم ينجزوا كل الأشياء. أيضا من الأشياء التي تمت بعد ذلك كانت انسحاب قوات تيغراي من مناطق العفر والمناطق الأخرى، وأيضا إعادة الانتشار القوات الفيدرالية في داخل تيغراي، أخذوا مواقعهم. والشيء الآخر برضو كان من ضمن البنود كانت تسليح الأسلحة، يعني تسليم الأسلحة الثقيلة التي كانت في حوزة تيغراي برضو تم تسليمها، فأنجزوا هذه الأشياء من بنود الاتفاقية. ስለዚ ድሕርቲ ስምምዕሲ ነቲ ስምምዕ ናይ ተኽሲ ጠጠው ምባል ዝብል ዝጥሕስ ተግባራት ኣይረኣናን ካብ ክልቲኦም ሸነኻት ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ረድኤት ስምምዕ ነይሩ ማለት እዩ። ረድኤት ናብቲ
ተኸቢቡ ወይ ተዓፅዩ ዝነበረ ቦታታት ናይ ትግራይ ድዩ ናይ ዓፋር ድዩ ናይ ኣምሓራ ድዩ ዝበፅሓሉ ዕድላት ክኸፍት እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ተባሂሉ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምግብን መድሃኒትን ከምኡ እውን ትግራይ ምስ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ዘራኽብ ፅርግያታት ወይ ጎደናታት ክኽፈት፣ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክጅምር ኩሉ ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ናይ ባንክ፣ ናይ መብራህቲ፣ ናይ ቴሌፎናት፣ ናይ ኢንተርኔት፣ ናይ ትምህርቲ ኮታስ ኩሉ ማሕበራዊ ዝበሃል ዝነጥፈታት በቲ ውግእ ተሰናኺሉ ስለ ዝነበረ እቲ ትካላት ዓንዩ ሰራሕተኛታቱ ገሊኦም ኣብ ገድሊ ከይዶም ገሊኦም ከዓ ተፈናቂሎም ኣብ ካልእ ጉዳያቶም ከይዶም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መንግስቲ እውን ብሸነኹ ነዚታት ፍትሓት ክገብር ጀሚሩ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዋላ ንኩሉ እቲ ናይ ፀገማት ናይ ትግራይ ዝፍትሕ ኣይኮነን፣ ገና ብዙሕ ግዜ ዝሓትት እዩ። ካብቲ ዕንወትን ብርሰትን ወፂኡ ኣብቲ ዝነበሮ ኩነታት ንምምላስ እንድሕር ኮይኑ ብቐሊል ወይ ከዓ ብውሕድ ዓመታት ዝውዳእ እውን ኣይኮነን። ግን ባንክታት ተኸፊቱ መብራህቲ ጀሚሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ኩሉ ዓበይቲ ከተማታት ቴሌፎናት ይኹን ናይ ኢንተርኔት ክስተያት ኣሎ። ትምህርቲ እውን ናይ ምጅማር መደባት ኣሎ። ግን እቲ ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝዓነወ ብዙሓት ካብቶም ህፃናት እውን ክመሃሩ ኣይኽእሉን እዮም ዝብል ዘረባታት እውን ካብቶም ግዚያዊ መሓደርቲ ናይቲ ክልል እውን ይስማዕ እዩ ማለት እዩ። ናይ ቴሌፎንን ናይ ኢንተርኔትን ኣገልግሎት ከዓ ውልዕ ጥፍእ እናበለ ማለት ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ ካብቲ ዝነበሩ ቁር ዝሓሸ ሃዋህው ተፈጢሩ መጓዓዝያ እውን ብነፈርቲ ይኹን ብመሬት እቲ ሰብ ክንቀሳቀስ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ መዳይ እዚ ክስራሕ ዘለዎ ገና ብዙሕ ስራሓት ኣሎ። ግን እቲ ምጅማሩ ከዓ ተስፋ ዝህብ እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣገልግሎት ዝደሊ መድሃኒት ዝደሊ ሕክምና ዝደሊ መሳርሒታት ናይ ሕክምና ዶ ናይ ትምህርቲ ዶ ናይ ህንፃ ዶ ገለ መለ እዚታት ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ማለት እዩ። ግን ብመጠኑ ጀሚሩ ተኸፊቱሎ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ዋላ ንኩሉ ዝዕግብ ዓይነት أقول تزيكونه ما بهاجر ما. أوكي. طبعا فيما يخص بعد اتفاقية بريتوريا فيما يخص البنود التي اتفق عليها خاصة وقف إطلاق النار وأيضا إيقاف العدائيات، ممكن القول أنه تم احترامها تماما، لم يتجاوزها أي من الطرفين، ولم تسجل أي مخالفات في هذه المسائل. وبعدها كانت طبعا كانت أن تلي الإعانات بالنسبة والإغاثة بالنسبة للمتضررين. الضرر اللي واقع طبعا هو ضرر كبير على كل المستويات، سواء كان على مستوى البنية التحتية والخدمات بكل الخدمات الاجتماعية بكل مرافقها، سواء كان المستشفيات أو المدارس، أيضا الخدمات الأخرى مثل البنوك والاتصالات والمواصلات. هذه كل المسائل طبعا يعني لم تبدأ على الشكل المطلوب بالشكل التي يجب أن تكون فيه، لكن على الأقل أخذوا فيها خطوات لا يستهان بها. وخدمات الإنترنت والكهرباء أيضا يعني ممكن القول أنها عادت في بعض المدن الكبيرة وإن كانت متقطعة. ولكن هنا ما أود أن نشير إليه هو أنه بما أنه الضرر هو كبير، فبالتالي لا يتوقع أحد أن يتم معالجتها يعني في خلال شهور أو في خلال سنة أو إلى ما شابه ذلك.
الشيء الثاني أيضا حتى المدارس طبعا كلها تضررت، يعني وإن كان إنه يعني الحكومة قامت بفتح هذه المدارس، لكن المدارس هي يعني المتضررة كثيرة هي، وأيضا إنه عدم عودة الناس إلى مواقعهم وإلى أماكنهم. كل هذه المسائل أيضا ممكن يعني أدت لم تبدأ المدارس بشكل مطلوب بكامل قواها، وأيضا ممكن القول لم تجلس كل الطلاب الذي يجب أن يجلسوا في مقاعد الدراسة. لا يمكن القول إنه كلهم بدأوا. ففي خلاصة الكلام هنا ممكن نقول إنه بدأوا يأخذوا خطوات ملموسة يعني لتنفيذ الاتفاقيات، ولكن يعني ما يتبقى المتبقي هو كبير وكثير. ብዛዕባ ረድኤት ብዝምልከት እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ረድኤት ትካል ዝተዋህበ መግለፂ እዩ። ገለ ካብቲ ዝተዋህበ ረድኤት ተሰሪቁ ኣብ ዕዳጋታት ሸይጡ ዝብል ሓበሬታ ተዋሂቡ፣ በዚ መሰረት ከዓ እቲ ንህቦ ፀናሕና ረድኤት ጠጠው ከነብሎ ኢና ዝብል ውሳኔ ከም ዝወሰደ ኩላህና ሰሚዕናዮ ነርና ማለት እዩ። ፕረስታይ መሰጋገሪ ግዚያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ አቶ ጌታቸው ረዳ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ከነፃርዮ ኢና ፃሪና ዘድሊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉሎ ማለት እዩ። ግን ብጌጋታት ናይ ገለ ሰባት እቲ ህዝቢ ከይብደል እቲ ሓገዝ ክቅፅል ኣለዎ ዝብል መግለፂታት ኣስሚዑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምርመራ ክኸይድ እዩ፣ ውፅኢቱ ምስ በፅሐ ከዓ እንታይ ከም ዝነበረ ክግለፅ ማለት እዩ። ካብኡ ሰጊርና ካልእ ውሳኔ ግዳት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ክስሕቡሎም ውሳኔ ነይሩ ብቲ ናይ ፕሪቶርያ ጌታት ክብሉ ከለዉ ሕጂ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካልእ ሰራዊት ኣብቲ ቦታቲ ስለዘይነበረ ካብ ግዳም ዝመፀ ማለት እዩ። ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ብኡ መሰረት ካብ መብዛሕትኡ ቦታ ትግራይ ወፂኡ ማለት እዩ። ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ወፂኡ፣ ካብ በረኻታት ናይ ትግራይ እውን ወፂኡ፣ ግን ኣብ ገለገለ ከባቢታት ኣይሰሓበን ኣሎ ዝብል ክስታት ናይ እቲ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ከባቢ ኣብ መንጎ ኢሮብን ዓዲግራትን ዘሎ ቦታ ንሶም ሒዞ ኣለዉ። ካብ ኢሮብ ወይ ካብ ርእሲ ከተማ ናይ ኢሮብሲ ንዓዲግራት ክትከይድ ኣይትኽእል ይብሉ ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ጎሎ መኸዳ ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ዚታት እውን ኣሎ ኣይሰሓበን ይብሉ ማለት እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ድማ ስሒብና ኢና፣ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ሰራዊትና ስሒብና ኢና፣ ኣብቲ ዶባትና ኢና ዘለና ዝብል መልሲ እዩ ዝህብ ዘሎ ማለት እዩ። ናባኻ ግርማይ። أيضا بالنسبة للإغاثة، طبعا الإغاثة كانت تتقدم من الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة اشتكوا لأنه قالوا أنه المساعدات الإغاثة التي تقدمتها منظمة الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اشتكوا أنه بيع المواد الإغاثية التي أرسلوها في الأسواق، وبالتالي قرروا يعني قالوا سوف يوقفوا المساعدات. ولكن رئيس الحكومة المؤقتة طبعا قام بمخاطبتهم قائلا انه هذه المسائل نحن سوف نتحقق وسوف نقدم المجرمين الذي قاموا بهذه المسائل العدالة، ولكن حتى لا يتضرر الشعب انتم يجب ان لا تتخذوا قرار ايقاف المساعدات.
ووصلوا إلى هذه المسألة. النقطة الثانية اللي كانت متبقية هي أو من ضمن النقاط كانت فيها خروج القوات الأجنبية. طبعا عندما يقال خروج قوات أجنبية لا توجد قوات أجنبية أخرى غير القوات الإريترية، وأيضا القوات الإريترية طبعا خرجوا من جميع الأماكن، ولكن لهم وجود في بعض الأماكن حسب اتهام أو شكوى المقدمة من قبل الحكومة المؤقتة لتجراي، بيقولوا انه في منطقه ما بين ايروب وعدقرات في تواجد القوى الاجنبيه الاريتريه، فبالتالي اصبح عائق في التواصل الشعوب في هذه المنطقه فيما بيناتهم. ايضا في اتجاهات بلومخدا وهذه الاماكن ايضا يقولوا موجودين فيها. هذه الشكوى تقدم من من الحكومة المؤقتة، وفي نفس الوقت الحكومة الإريترية تقول نحن ليس لدينا أي وجود في داخل الأراضي الإثيوبية، نحن متواجدين في الحدود الإريترية أو في أراضينا. هذه اللي موجود فيما يخص خروج القوات الأجنبية. ካልእ ብዛዕባ እቲ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይ ትግራይን እቲ ከባቢ ራያ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ናይ ወሎ ዘሎ ማለት እዩ ምስ ትግራይ ዝዳወብ ሸነኻት እዚ ቦታታት እዚ ብመሰረት ቅዋም ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ኤርትራ መፍትሒ ክግበረሉ ብዝብል እዩ ተወሲኑ ነይሩ ማለት እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ እቲ ብወያኔ ብ1995 ገለን ዝገበርዎ ቅዋም እዩ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት ከዓ እዚ ቦታታት እዚ ኣብ ክልል ትግራይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ርድኡ እዚ ቦታ እዚ ናብ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ እዩ ደስምዕ ማለት ኣነ ከምኡ እዩ ዝርዳእኒ ካብቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ማለት እዩ። ግን እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ተሃዋሲ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እዩ። እቲ ቦታታት እቶም ዝሓዝዎ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ከምኡ ፋኖን እዚ መሬትና እዩ ንሕና ተዋጊእና ደምና ፍሲስና ዘውፃናዮ ዝመለስናዮ እዩ። ስለዚ ካብዚ ቦታ እዚ ኣይንወፅን ኢና። እዚ ንህወሓት ክህብዋ ደልዮም እዮም ብመሰረት ቅዋም ገለ ዝብሉና ዘለዉ እናበሉ ተቃውሞታቶም ከስምዑ ፀኒሖም። እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ እውን እዚ ቦታ ክመልሶ ኣይመልሶን እየ ከይበለ ግን ናይ ኩሎምቶም ፍሉይ ዝበሃሉ ሓይልታት ብረት ክወርድ ኣለዎ። ነተን ክልላት ሓደ ፌደራላዊ ሰራዊት ጥራይ እዩ ናይ ሃገር ናይ ምክልኻል ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ዘለዎ። እተን ክልላት ንኣሽቱ ናይ ፖሊስ ሓይሊ እዚ ኦርደር ኤንድ ሎው ዝሕሉ ኣካል እዩ ዘድልየን። ስለዚ በዚ መሰረት ኣብዚ ቦታታት እዚ ዘለኹም ናይ ፋኖን ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራን ናብ ሰራዊት ናብ ፌደራል ዝኣቱ ናብ ፌደራል ክኣቱ ናብ ሰላማዊ ናብራይ ክምለስ እየ ዝበለ ናይ ሰላማዊ ናብርኡ ክምለስ ብረቱ ከውርድ ኣለዎ ዝብል ውሳኔ ሕሊፎም ተንቀሳቂሶም እዚ ብዙሕ ፀገማት ተፈጢሩ ተቐባልነት ኣይረኸበን ማለት እዩ። ክሳዕ ኣብ ሕድሕዶም ናብ ውግእ ዝኣተውሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዝሞቱ ዝተቆትሉ ዝተፈናቀሉ ኣለዉ፣ ዝተኣሰሩ እውን ኣለዉ ማለት እዩ። ዝተማረኹ ድዮም ዘበሉ እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ጎንደር ሰፊሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ማለት እዩ። ስለዚ ብርቱዕ ተቃውሞ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ እቲ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን። ግን ፌደራላዊ መንግስቲ ከዓ ካብቲ ውሳኔኡ ንድሕሪት ክምለስ እውን ኣይተረኣየን ማለት እዩ። ፋኖን ፍሉይ ሓይልን ከውርዱ ኣለዎም ብረቶም ዝብል ፀቕጥታት ይገብር ኣሎ። ገሊኦም በረኻ ወፂኦም
برخا زلو سبات አለው ገሊኦም ኢዶ ብረቶም አውሪዶም ናብ ሰላማዊ መነባብሮት ተመልስለው ገሊኦም ከዓ እቲ ህዝቢ ድሕርቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ሰራዊት ናይ ፌደራል ስኹም ውፁ ካብዚ ንሕና ባዕልና ነቲ ሽግርና ክንፈትሖ ኢና ኢሎም እቲ ሰራዊት ፌደራላዊ ሰራዊት ኣኽቢብዎም ዝነበረ ነቶም ናይ ፋኖ ገዲፉ ስሒቡ ነይሩ ማለት እዩ ሎሚ ትማሊ ከማን ኣኼባታት ይካየዳሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ባህር ዳርን በዚ ጉዳይ እዚ ኣኼባታት ናይ መሪሕነት ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ የሰሓሕብ ኣሎ እቲ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ይዕዘምዝም ኣሎ ማለት እዩ እዚ መሬትና ስለምንታይ ዘይመለሰልና ነቶም መራሕቱ ከማን የዋጥሮም ኣሎ ማለት እዩ ስኹም ዚኹም ስቂልኩም ትቕበልዎ ዘለኹም ክመለስ ተባሂሉ ኣብ ክንዲ ዝዕለት ክመለስ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ የለን ወዘተ ዝዓይነቱ ፀቕጥታት ይገብረሎም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ጉዳይ ኮይኑ ተረኺብሎ ማለት እዩ ግርማይ ናባኽ الشيء الثاني هو جنوب يعني جنوب غرب تجراي اللي هو منطقة رايا والحمرة والاتجاهات هذه طبعا هذه الاتجاهات هذه الأراضي بموجب الدستور الإثيوبي كانت خاضعة لمنطقة تجراي وبعد ذلك تم بعد الحرب طبعا تم أخذها وحتى الآن توجد في أيادي الأمحرة وحسب وفقا للاتفاقيه بتقول طبعا الاراضي اراضي هذه المنطقه او اراضي جنوب منطقه تجراي يجب ان تعود الى اهلها يعني وفقا للدستور وهذا يعني انه معناه يجب ان تعود الى تجراي لكن هذه المسائل ايضا يعني واجهت عقبات لانه الامحره سواء كان القوات الخاصة أو قوات الفن قالوا هذه نحن طبعا هذه أراضي هذه استرجعناها بحروب ودفعنا فيها ثمن فبالتالي لا يمكن أن تعود ومتمسكين بهذه المسألة وأيضا الحكومة لم تضغط عليهم حتى ترجع ولكن يعني بدأوا يتحدثون بدلا من الضغط عليهم الحكومة قالت أنه جميع القوات ما عدا قوة بسيطة من البوليس أو الشرطة لحفظ الأمن جميع القوى الأخرى يجب أن تسلم أسلحتها لأنه القوة الوحيدة اللي يمكن أن تمتلك أسلحة سواء كانت ثقيلة أو خفيفة هو الجيش الإثيوبي فلا يمكن أن يكون هنالك جيش موازي للجيش الإثيوبي فبالتالي يجب أن تسلم أسلحتكم هم طبعا في من رفض وسعد الجبال وفي من سلم هذه الأسلحة وطبعا دخلوا في مواجهة وحصلت اشتباكات وهذه الاشتباكات طبعا كانت حتى وقتا قريب موجودة بعد ذلك انسحبت القوات الفيدرالية إلى مواقع معينة ولكن جميع القوات اللي حملت هذه الأسلحة لم تسلم أسلحتها ما عدا القليل منها والآن موجود اجتماعات لكي ينظروا لهذه المسألة لأنه هذا القانون الذي أقرته الحكومة الفيدرالية أنه جميع القوات الخاصة والقوات الغير نظامية يجب أن تسلم أسلحتها هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ فبالتالي أيضا أدى إلى مواجهة ودلوقتي في منطقة الأمحرة وبالتحديد في بحر دار في اجتماعات بخصوص هذه المسألة أي يعتقد أنه حينظروا مغاربة أخرى غير المواجهة لاستلام الأسلحة وأيضا إعادة تأهيل الجيش اللي كان أو القوات الخاصة التي كانت تحمل أسلحة اللي يدخل الجيش والذي يذهب إلى
الأعمال المدنية الأخرى يذهب إلى آخره. هذا جانب من الأمحرة، أنه لا يريدوا أن يسلموا، وعندهم أسلحة طبعا يقدروا يحموا هذه الأراضي، وحصل اشتباكات إذا لم يسلموا الأسلحة. فمسألة بعد تسليم الأسلحة قد يكون من السهل إنفاذ القانون بما فيهم إرجاع كل شيء حسبا للدستور، ولكن هذه لم تنفذ حتى الآن. وأيضا من جانب آخر التيغراي أيضا في امتعاد وفي تململ، لأنه بيطالبوا بأراضيهم وفقا للاتفاقية التي حصلت في بريتوريا، أنه إذا كان الأراضي وفقا للدستور يجب أن تعود إلى أهلها، فبالتالي يجب أن تعود. فالوضع برمته موجود ما بين ممتعد ومطالب وبين رافض، والوضع في جنوب غرب إثيوبيا أو في تيغراي ليس هو وضع سهل، ويعني حتى الآن لم توجد أي حلول لهذه القضية. Thank you. ካብዚ ዝነቐለ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ብልፅግና መከፋፋላት እውን ተራእዩ ማለት እዩ። እቶም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ብልፅግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ነቲ ናይ ፌደራል ውሳኔ ብግብሪ ከውዕሉ ይፍትኑ፣ እቶም ማእከሎትን ታሕተዎትን ደረጃታት ግን ምስቲ ህዝቢ ዘልዕሎ ተቃውሞታት እዮም ዝደናገፁ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ሽግር እዚ ዝተላዕለ እውን ክሳብ ሓደ ኣባል መሪሕነት እውን ዝተቐትለሎ ማለት እዩ። ግርማይ ኣሽጥላ ዝብልዎ ካብቶም ንክልል ኣምሓራ ዘመሓድሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ በዚ ብሰንኪ እዚ ፀገማት እዚ እውን ተቐቲሉ ቀታሊኡ መን ምዃኑ ይተፈልጠን። እቲ ሓደ ነቲ ይብል እቲ ነቲ ይብል ኣብ ምክሳስ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ በኺሩ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዓኒ ከዓ ናይ ሱፐርቪዥን ኤንድ ቬሪፊኬሽን እንዲኦም ገለ ዝብልዎ ኮሚቴ ኣብቲ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ድዩ ዋላ ኣብ ኬንያ ነይሩ ማለት እዩ። ነቲ ውሳኔታት ነቲ ውዕልሲ ኣብ ግብሪ ውዕል ዶ የለን እናተኸታተለ እናተቆፃፀረ ዘቕርብ ሓቅታት ካልፅ እዚ ተፈፂሙ እዚ ተፈፀመ ንእከለ ከምዚ ገይሩ እናበለ ኣካል ክሳዕ ሕጂ ሃቦ ዝኾነ ይኹን ለፂ ወይ ዛን ዓለም ዝፈልጦ የለን። ምናልባት ኣብ ውሽጦም ዝዛረብሉ ነገር ተልዩ ይንፈልጥን፣ ግን ናቱ ዝረ ይምስል ማለት እዩ። ኣትሰምዕት እዮም ክወሃብ ኣለዎን ክወሃብ የብሉን ዝብሉ እምበር እቲ ናይ ቬሪፊኬሽን ኮሚቴስ እዛ ኣካል እዚ ዝፈፀሙ ካብ ስምምዕ ናይ ፕሪቶሪያ እዚ ተፈፂሙ እዚ ኣይተፈፀመን ዝብል ምስክርነት ክህብ እውን ኣይተሰምዐን ዘሎ። እዚ ሓደ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። اوكي ايضا طبعا من جانب اخر هذا الوضع اللي موجود في منطقه تيغراي ادى الى انقسام في حزب الازدهار التابع أمحرة تيغراي زي كنا سوري حزب الازدهار لمنطقه الامحرة. نتيجه لهذه الاشياء حصلت انقسامات في داخله، وفي تباين ما بين القيادات العليا والكوادر، وهذه الانقسامات ادت الى تسفيه جرماي أشيطلة. هو احد القيادات العليا لحزب الازدهار التابع لمنطقه الامحرة. وطبعا في اتهامات متبادله في اتجاهات تقول ان الحكومه تم تسفيته من قبل الدوله الفدراليه، والدوله الفدراليه تقول تم تسفيته من الأمحرة الذين يرفضون إنفاذ القانون بتسليم الأسلحة. وطبعا هذه موجود، فالانقسام هذا أيضا ظاهر للأعيان وانعكاساته موجودة على الأرض.
وأيضا هنالك كانت في لجنة مراقبة التي تراقب وتوثق أنه ما تم إنفاذه من اتفاقية بريتوريا. وهذه اللجنة حتى الآن لم تقوم بأعمالها على الأقل على شكل علني وعلى شكل منظور. إذا كان في أشياء ممكن من الباطن بيعملوها هذا شيء غير واضح، لكن على شكل علني وتقارير لكل الاتجاهات لم تقدم هذه الجهة، فبالتالي يمكن القول أن لم تقم بعملها بشكل المطلوب، ولم تقدم أي تقارير الأشياء التي تم تنفيذها والأشياء التي لم يتم تنفيذها والأشياء التي في قيد التنفيذ. فبالتالي لا يعرف كيف سير التطبيق أو تنفيذ اتفاقية بريتوريا، لأنه هذه لم تقدم هذه اللجنة أي تقرير حول المسائل التي مناط إليها، وهذا الوضع اللي موجود. كالي بزحلفة سولوس مالتي علت حسر شدشتا قنبات كلتشحن 23 ببهراوي بورد مرجع إثيوبيا زوص مجلس نيرو እቲ መግለፂ ከዓ እንታይ ዝብል ህወሓት ብሓይሊ ስልጣን ንክጭብጥ ፈቲኑ ስለ ዝፈተነ ሕጋውነቱ ተሰሪዙ እዩ ንብረቱ ከዓ ተሸይጡ ንመኽፈሊ ዕዳታት ክውዕል እቲ ዝተረፈ ድማ ንመምሃሪ ብዛዕባ ምርጫታትን ግደ ዜጋታትን ወዘተን ዝብል ጉዳያት ክውዕል ብ18 ጥሪ 2021 ተወሲኑ እዩ ዝብል መግለፂ ውፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጋዊ ኣይኮነን ከም ፓርቲ ሕጋዊ ክኸውን እንድሕር ታ ኮይኑ ከም ብሓድሽ ክንዝገብ ኣለዎ ዝብል ነይሩ እቲ ምርጫ ቦርድ ዘውፅኦ ማለት እዩ። ህወሓት ከዓ ብሸነኹ ድሕሪ 2 መዓልቲ ማለት እዩ ብ18 ጉንበት መግለፂ ውፅኡ ንሱ ከዓ ኢሉ ብዕለት 2 ሕዳር 22 ኣብ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፕሪቶሪያ ውዕል ከም ዝፈረመ ብመሰረት ውዕል ከዓ ብሰላማዊ ኣገባብ ክቃለስ ከም ዝተሳምዐ ቤት ምኽሪ ፌደራላዊ መንግስቲ ከዓ ነቲ ኣሸባሪ እዩ ዝብል ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ውሳኔ ከም ዘልዓሎ ስለዚ በዚ መሰረት ግዚያዊ ምምሕዳር ዓቂሙ ስርሑ ወይ ከዓ እቲ ዕላማታቱ ብሰላም ንምዕዋት ይቃለስ ኣሎ ምስ መንግስቲ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ይራኸብ ኣሎ። ስለዚ እዚ ውሳኔ እዚ ናይ ብሄራዊ ቦርድ ዘሕለፎ ውሳኔ ንተስፋ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ዘይሕግዝ ንፈራሚ ናይ ትውዕል ዝኾነ ህወሓት ድማ ፖለቲካዊ ውክልንኡ ዝስርዝ ፖለቲካዊ ንሕጋውነት ዘይብሉ ውሳኔ ኢሉ ከዓ መሊሱሉ ኣሎ ነፂግዎ ነቲ ብቦርድ ዝተዋሃበ ውሳኔ ማለት እዩ። ምስ መን ዳኣዛተ ኣሎ ንሕና ሕጋውያን እንድሕር ዘይኮንናሲ እቲ ዝዛተ ዘሎ ኣካል ምስ መን ዝዛተ ኣሎ ዝብል ሕቶ እዮም ዘልዕሉ ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ውሳኔ ዝቐፂሎም ይብሉ ነቲ ንስምምዕ ፕሪቶሪያስ ከምዚ ዋና ዘይብሉ ዝገብር ውሳኔ እዩ። ነቲ ወኪል ናይ ትግራይ ከዓ ኣይትውክልኒ ኢኻ ዝብል ዘስምዕ ውሳኔ እዩ። ስለዚ ብሸነኽና ቅቡል ኣይኮነን እቲ ቦርድ ነዚ ጉዳይ እዚ ክእርሞ ኣለዎ እዮም ድብሉ ዘለዉ። ንሕና ከዓ ብሕጊ ኣቕሪብና ኢና ኣባልነትና ክምለሰልና እቲ ተሰሪዙ ዝነበረ ክምለሰልና ቅድሚ ሶምን ዝኸውን ኣቕሪብና ኢና እቲ ጠለብ ይብል ከኣብቲ መልሲ ናይ መንግስቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ትግራይ ዝሃቦ መልሲ እዚ ማለት ثانك يو. أيضا من جانب آخر في يوم الثلاثاء يوم 16 طلع بيان من الهيئة القومية للانتخابات الإثيوبية بتقول أنه وين تجراي طبعا بدأ يعني
حاولوا اخذ يعني هم يعني اجوا الى السلطه بالقوه، فبالتالي هي جهه غير شرعيه، فعليه اصدروا قرار بانه ان تباع جميع ممتلكاتهم، ثم ان تدفع منها يعني التعويض للاشياء الضرر التي نتج من العمل الذي قاموا به او من اعمالهم لمجيئهم للسلطه دون قانون وبالقوه، فاشياء كثيره تضررت. فتعود هذه الاتجاهات، وما تبقى يكون لإجراء دراسات أو التي من شأنها تساعد في حول مسألة كيفية الانتخابات بالطريقة الديمقراطية. وأيضا الحكومة بجانبهم، الحكومة المؤقتة أو الإدارة المؤقتة في تيغراي أصدروا أيضا بيان في يوم 18/5، قالوا أنه هذا يعني قرار باطل، لأنه نحن أولا طالبنا إعادة الأدوية، يعني إعادة الأدوية ورفع التهمة اللي كانت صدرت بحقنا في حقنا من البرلمان الإثيوبي، اللي هو أن يرفعوا مسألة أنه هي منظمة إرهابية. وهذه المسائل كله تم، وبالتالي نحن إذا رجعنا إلى مسألة إلى اتفاق بريتوريا وإلى حوار وإلى اجتماع سلام مع الحكومة الفدرالية، إذا كنا يعني لم نكن قانونيين، إذن مع مين كانت الحكومة الفدرالية تتحاور، ومع من وقعت اتفاقية السلام؟ فهذا قرار لا يساعد لبناء السلام في إريتريا، وفي نفس الوقت هو قرار غير قانوني. فبهذا الأسلوب ردوا على الهيئة القومية للانتخابات الإثيوبية. داتا بزعبتي أمونغو انت منقستن جنبار حرنة أورومون زكايد للزبون أب تنزانيا تجميرو አሎ እቲ መጀመርያ ዝገበርዎ ኣኼባ ዕዉት ከም ዘይነበረ ከይተራዳድኡ ተበቲኖም ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እውን ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ኦሮምያ ተኽሲ ከም ዝነበረ ተጠቂሱ ብቲ ዜናታት ማለት እዩ። ግን ብድሕሪኡ ብዙሕ ኣነ ዝሰማዕክዎ ነገር የብለይን። ግን ቅፅል እዮም እቲ ዘተስ ክቅፅል እዩ ዝብል ወሬታት ጥራይ ሰሚዕና። ካብኡ ንድሓር ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ኣይሰማዕኩን። በዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ካልእ ባት ጉዳይ ጥሜት ከዓ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ክልል ዓፋርን ሶማልያ ብድርቂ ዝተፈጥረ ጥሜትን ህልቂት ናይ እንስሳታትን ንርኢ ነርና ኢና ዋላ ኣብ ቴሌቭዥናት ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከመይ እዩ ተዛዚሙ? ክረምቲ መፅኡ ትሽግር ተዓልዩ ድዩ ወይስ ገና ኣሎ እዚ ጥሜት እዚ? ዝዝረበሉ ነገር የለን ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን እንደዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ወዲእና ኣለና። ካብኡ እቲ ናይ ሱዳን ክንሰግር ኢና። أيضا الحكومة الفيدرالية الإثيوبية كانت دخلت في اتفاقية سلام لحل المشاكل فيما بينها وما بين جبهة تحرير أورمو في تنزانيا. طبعا عقدوا اجتماع أول، لكن في الاجتماع الأول لم يتوفقوا فعادوا. وطبعا وبعد ذلك حصلت فيما بيناتهم مواجهات عسكرية، ولكن بعده أيضا اتفقوا أن يواصلوا في تنزانيا. فهذا العمل موجود يعني في 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 ولو أنه يعني بعد دخولهم في مواجهة عسكرية بعد الاجتماع الأول، لم أسمع أي مواجهة أخرى. والاجتماع أو الاتفاق
والالتقاء في تنزانيا قائم. مع هذا أيضا كانت في يعني نتيجة للتصحر وموجود ظهرت مجاعة في منطقة العفر وأيضا في منطقة الصومال. فالمشاكل اللي موجودة في إثيوبيا بشكل عام هي هذه المشاكل. بعد ذلك حأدخل في مشاكل السودان، أي المشكلة الأخرى التي تواجه منطقتنا هي منطقة السودان كما هو معلوم للكل، فحتناول هذه المشكلة. أما إثيوبيا هو الوضع بصفة عامة هو مثل ما ذكرت حسب علمي. اوكي اب ጉዳይ ሱዳን ድሕራትና መጀመርያት ብዛዕባቲ ታሪክ ናይ ሱዳን እንድሕርኢናስ ናይ ዕልዋታት ታሪክ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ካብ ነፃነት ዝወፁ ላእቲ ሒዞም ዕልዋታት እናገበሩ ዝመፁ ስርዓታት እዮም ማለት እዩ። ንኣብነት ዓቡት ብ1964 ነቲ ድሕሪ ነፃነት ዝቆመ መንግስቲ ሱዳን ገልቢጡ እዩ ስልጣን ሒዙ። ዓቡድ ነዚ ስልጣን እዚ ክሕዝ ከሎ ናይ ህዝብ ልኡማ ምትብባዕን ደገፍን ነይርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ታሪኻት እንድሕር ርኢኻ እቲ ፓርቲታት እዩ ዘካይዶ ነቲ ዕልዋ ግን ብኣባላቱ ዝኾኑ ኣብቲ ሰራዊት ዘለው ባእታታት ገይሩ እዩ ከዓ ነቲ ዕልዋ ዘካይዶ ማለት እዩ። ስለዚ ዓቡት ምስ ህዝበ ልኡማ ፅቡቅ ምርድዳእ ስለ ዝነበሮ ህዝበ ልኡማ ዘይተልግሶ ነዚ መንግስቲ ኢልዎ ኣልጊስዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኑመሪ መፅኡ ብ1969 ኑመሪ ከዓ ልክዕ ከምኣ ማለት እዩ በቶም ኮሙኒስት በቶም ሶሻሊስት ተደጊፉ ንዓቡድ ኣልጊስዎ ማለት እዩ። ሶሻሊስት ሱዳን ሶሻሊስት ዩኒየን ዝበሃል ፓርቲ እውን መስሪቱ ማለት እዩ። ብከምዚ ገይሩ እታ ስልጣን ሒዝዋ። ድሕሪኡ ናይ ስዋር ዳሃብ መፅኡ። ስዋር ዳሃብ ንዕኡ ዝደፍአ ሸነኽ ብድሕሪት ፓርቲ ነይሩ ዶ ኣይነበረን ዝፈልጦ የብለይን። ግን ንኑመሪ ብ1985 ገልቢጥዎ ንስርዓት ናይ ኑመሪ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን እቲ ናይ መሰጋገሪ ዓመት ምስ ገበረ ንሱ ካብ ስልጣን ክወርድ እተን ፓርቲታት ተወዳዲረን ዝሰዓረ ስልጣን ክርከብ ተባሂሉ ረኪብዎም። ህዝበ ልኡማ ስዒሩ ስልጣን ጨቢጡ እንደገና ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ብ1989 እቲ እስላማዊ ሰልፊ ኣልንቃዝ ወይ ከዓ ሙእተመር አልወጠኒ ዝበሃል ማለት እዩ ብዑመር ሓሰን አልበሺር ዝምራሕ ብምትብባዕ ናይ በዓል ቱራቢ እቶም ፖለቲከኛታት ብድሕሪት ኮይኖም ነቲ እንግላብ ዘካየድዎ በዓል ቱራቢ እዮም ነይሮም ሽዑ ማለት እዩ። ከዓ ነቲ ናይ ሳድግ አልማህዲ ስርዓት ኣውዲቆም እቲ ናይ ሙእተመር አልወጠኒ ወይ እቲ እስላማዊ ሰልፊ ዝመርሖ ወይ ኢንቃዝ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰልፊ ዝመርሖ ስርዓት ቆይሙ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ታሪክ ናይ ሱዳን እንተሪእናሲ እቲ ፖለቲካን እቲ ሰራዊትን ይተኣታተው ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ ሃገራት ሰራዊት ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢዱ ክእቱ የብሉን፣ ስርሑ ምክልኻል ሃገር እያ ተባሂሉ ይውሰነሉ እዩ፣ ኣይፍቅድኒ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ሱዳን ግን ተሓዋዊሱ ነይሩ። እቶም ሰራዊት ገሊኦም ኣባላት ናይተን ኣባላት ናይተን ፓርቲታት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም እዮም እቲ ምግልባጣት ዝገብርዎ ነይሮም ወይ ዕልዋታት ዘካይድዎ ነይሮም በተ ፓርቲታቶም ተዳፋፊኦም። ግርማይ ነባኽ. اوكي السودان طبعا تاريخ السودان هو تاريخ الانقلابات. منذ فجر الاستقلال بدأ الحكومة العسكرية بقيادة الجنرال إبراهيم عبود أجرت انقلابات، وهذا الانقلاب طبعا تم بمباركة حزب الأمة، لأنه الانقلاب في السودان لا يتم عن طريق العساكر أو الجيش، ولكن هي الجهات السياسية المدنية هي التي
تحرض الجيش، وهي التي تحرك الجيش، وهي التي تكون حاضنة أو بطانة للجيش حتى يقوم بالانقلاب. فإذا تتبعنا نرى هذه في المسألة السودانية حكومة مدنية، ثم المدنيين عندما لا يتفقوا يحرضوا العسكريين عشان ينقلبوا على الحكم، ثم تأتي حكومة مدنية بعد ذلك عبر انتفاضات، ثم لم حتى لا تكمل فترة الحكم يحصل خلاف ما بين المدنيين، ثم يقوموا بتحريض الجيش، ثم الجيش ينقلب، وهذا هو التاريخ. فإذا رأينا بعد 58 طبعا استلم الجنرال إبراهيم عبود من حزب الأمة، بالتحديد من الأدميرال عبد الله خليل، هو كان مدني. فبعد ذلك انه حكم حتى 64. في 64 حصلت انتفاضة، ثم جاءت حكومة مدنية. هذه الحكومة المدنية استمرت لفترة لغاية 69. في 69 هذه الحكومة دخلت في مشاكل مع الشيوعيين وطردتهم من البرلمان، ثم الشيوعيين قاموا بتحريض ناسهم في الجيش، لأنه كل حزب عنده ناسه في الجيش السوداني، فقاموا بانقلاب 69. فأخذ نميري الحكم وطرد الشيوعيين، ثم أقام الاتحاد الاشتراكي وحكم حتى 58. في 85 بعد ذلك في 85 أيضا حصلت انتفاضة شعبية، وأجى سوار الذهب استلم الحكم، ثم مسك الحكم حتى تأتي الحكومة المدنية، وسلم الحكومة المدنية وفازت حزب الأمة في هذه الانتخابات. ثم تسلم الصادق المهدي الحكم، ودخلوا في مشادة فيما بيناتهم المدنيين أي الأحزاب. ثم في 98 أيضا الجبهة الإسلامية القومية ضاق زرعها، فبالتالي حركت ناسها في الجيش، وبقيادة حسن عمر البشير عام 1998 أيضا مرة أخرى 89 مرة أخرى 89 مرة أخرى استلمت الجبهة الإسلامية تحت مسميات كثيرة، الإنقاذ، المؤتمر الوطني، ولكن المهم هذا الانقلاب كان أيضا انقلاب الجبهة القومية الإسلامية. زهرزي اتي رابيد سابورت فورسز زبحالو بحميتي زمرحو حيلي مع اسم بخمين تفتيرهم مالتيو ازي توروري ناي دغف حيلي زبحال وي قوات الدعم السريع زبحال بحميتي زمرح قدم مقامو اب دارفور اب منغوتهم ጸለምቲ حاريسهم زبلعو حرستوتن اب منغوتهم اغمال ገለና نغدو زنبرو غاسوتن ዝተፈጥረ ሽግር ነይሩ ማለት ቶም በጃንጆዊት ዝፍለጡ ሽዑ ሚሊሻ ናይቶም ጓሶት ነቶም ሓረስቶት ኣብረሲኦም ብዙሕ መጥቃዕትታት ከካይዱ ጀሚሮም ማለት እዩ። ከምኡውን ተቃወምቲ ውድባት ነይረን ናይቶም ጸለምቲ ኣብቲ ከባቢታት እቲ ምስኣተን ምውጋእ ጀሚሮም ማለት እዩ ብሽም ጃንጆዊት ዝበሃል። እዚ ሓይሊ እዚ ከይዱ ሽዑ በዓል ስርዓት ናይ ዑመር ሓሰን አልበሺር ማለት እዩ ነዚ ሓይሊ እዚ ነቲ ስልጣኑ መደልደሊ ክጥቀመሉ ስለዝደለየ ነቲ መደበኛ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝሕግዝ ሓይሊ እዚ ፓራሚሊተሪ ፎርስ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ተቀቢሉ بمسرة قوامن حقنا يتعدي كلت يوم زفرملو سممعات غيرو نتي سراويت كحجز يلو زهانصو سراويتي مالتي سلازي اتي
سرع سراويت بعد برهان زلوا يخون وعلى بعد حميتي أبتحتي عمر البشير سلطان زحازون هابتي زغوبورون سراويت قزف سراويت زهانسن እዩ ማለት እዩ እዚ ፓራሚሊተሪ ፎርስ ንምንታይ እዮም ዝገብርዎ እንድሕር ኢልና ናይ ህዝቢ ንዕቢ እንድሕር ተላዒሉ ናይ ተምሃሮ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ብህዝቢ ዝግበር ተቃውሞ እንድሕር መፅዩ እቲ ሰራዊት ነቲ ህዝቢ ብታንክታት ገለ ከኣትዎ ኣይትገብሮን ኢኻ ማለት እዩ ብፖሊስ ጌርካ ከይተዓግቶ ከዓ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ካብቲ ፖሊስ ንላዕሊ ይኸውን ስለዚ ኣብ መንጎ ፖሊስን ኣብ መንጎ እቲ ምድብ ሰራዊትን ሓደ ሓይሊ ትፈጥር ማለት እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ሕጂ ብሬናት ኣለዎ ሃውናት ኣለዎ ከምዚ ኣብዚ እዋን ዶሽካታት ገለ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ግን ነፈርቲ የብሉ ታንክታት እውን የብሉን ማለት እዩ ሕጂ ብቐሊሉ ክንቀሳቀስ ይኽእል ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፍታት ክብትን ይኽእል ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኢና ናይ ኮማንድስ ማለት እዩ እቲ ፖሊስ ነቲ ሰውራ ከጥፍኦ ስለ ዘይከኣለ ሽዑ ብምኽሪ ናይ እስራኤል ናይ ኮማንዶ ዝበሃል ኣይ ፖሊስ ኣይ ሰራዊት ዓይነት ማለት እዩ መንጎ ተፈጢሩ ነቲ ሰውራ ክዋግኦ ጀሚሩ እቲ ምድብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር አንቀሳቂስካ እቲ ሰውራ ናይ ደባይ ውግእ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘድለዮ ክስሕብ እዩ ኣብ ዘድለዮ ከዓ መጥቃዕቲ ክገብር እዩ ስለዚ ክሳራ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ወፊሮም እውን ከይተዋግኡ ክምለስሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግን ልክዕ ከምቶም ተጋደልቲ ፎክስ ብረት ተሰኪሙ እቲ ኮማንዶስ ግን ከይዱ ተዋጊኡ ክመፅእ ክእል ስለዚ ናይ በዓል ሓሚትኩም እዩ ማለት እዩ ንከምዚ ኢሉ ካልኣይ ከዓ ንምንታይ ይጥቀምሎም እቲ መደበኛ ሰራዊት እንድሕሪ እንግላብ ሓሲቡሎ ንሳቶም ይፍርሱ በዚ الدعم السريع بالكا تفشله ويبتكوماندس غيركا تفشله مالتي نخمز تقوموا لهم يوم سرعتنا عمر حسن البشير نزينا قوات الدعم السريع مسريته هون مبالي اوكي قرمنا طبعا هنالك مسألة الدعم السريع هو قوات شبه نظامية وتمت تطورت عبر مراحل أولا بدأت أنه كانت هنالك في منطقة دارفور أنه بين المزارعين والرعاة والمزارعين طبعا هم يعني أضعف الناس كانوا في هذه المنطقة والرعاة كانوا يعني الذي تطوروا إلى قوات الدعم السريع ثم كانوا يسموا الجنجويد ثم حرس الحدود ثم إلى الدعم السريع وهذه القوة طبعا عملت أشياء كثيرة في هذه المناطق أيضا كانت تحارب مع الجبهات المطلبية الدارفورية التي كانت في المنطقة وهذه القوة يعني لماذا تم إنشاؤها؟ طبعا هذه القوة أنشأها القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت الفريق عمر حسن البشير وهو الذي أنشأها وبعد أن تم تسليحها أيضا أقروا أن هذه هي قوة مساعدة للجيش وفي البرلمان استصدروا قانون بقانونية هذه القوة الشبه الحكومية الشبه العسكرية والمدججة بأسلحة وثقيلة فقط قد لا تملك الدبابات والطائرات ما تبقى دون ذلك هي مسلحة تسليح كبير ومن حيث التعداد أيضا توازي قوات يعني قوات الجيش من حيث العدد فهذه القوة أنشئت في البداية تحت بذريعة أنه حتساعد الجيش وحتحارب الجبهات المطلبية أو المختلفة التي كانت في دارفور وبعد ذلك طبعا أصبحت تعرف بالقوة التدخل السريع
وهي قوة طبعا خفيفة وسلاح يعني مدججة بما فيه الكفاية. فهذه القوة عندما أنشأها الإنقاذ بقيادة الفريق عمر البشير لسببين. أولا أن تقمع أي انتفاضة جماهيرية، لأنه إذا كان الانتفاضة حصلت في السودان انتفاضة قد لا يتمكن الشرطة وبقية القوى أو الأمن الأخرى ما عدا الجيش لقمع هذه الانتفاضة، لأنه تفوق حجمهم وتفوق سلاحهم إذا كان الجماهير تحركت. فهذه القوة هذه جاءت لكي تقمع هذه الانتفاضة الجماهيرية. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا إذا كان حصلت أي حركة من القوات السودانية، يعني هذه برضو أن تكون يعني تحمي نظام البشير. هي مثل ممكن نسميها زي الكوماندوس في فترة الإثيوبيين لما أنشأوا بإعاز من الإسرائيليين فرقة الكوماندوس. يعني الجيش دائما هو ثقيل لا يتحرك بسرعة، فبالتالي لقمع الثورة الإريترية هذه القوة هي قوة خفيفة وتحرك مثل الثوار، أسلحتها خفيفة ومتدربة على حروب الكر والفر. فبالتالي لهذه الأسباب أنشئت هذه القوة تحت قيادة حميدتي، والتي تسمى بقوة الدعم السريع. فهذا هو الطريقة التي تمت إنشائها. بدحرزي تي كنتات ناي حزبي سودان ناي منبابرو كنتات نخف تي حزبي خا تقاوموتات والناس سمعنا اسمعي خيد نيرو في اللايتي ناي تقاوموتات يبتم نيرو مالتي أمودعتها قلت تقاومنا حزبي مس برتعهم تي مدبኛ ሰራዊትን قوات الدعم السريع تسامعهم عمر حسن البشير قلبيطمو مالتي ስለዚህ እቲ ሰራዊት ዝመርሖ ከምኡ ከዓ ነተን ፓርቲታት ዝወከለ ነቲ ተቃውሞታት ዝመርሕ ዝነበረ ሓይሊ ማለት እዩ። قوات حرية والتغيير ናይ ሓርነትን ናይ ለውጥን ሓይሊ ዝበሃል ማለት እዩ። እዚኣቶም ብሓንሳእ ኮይኖም እቶም ወተሃደራት ናይ ላዕለዋይ ስልጣን ናይ ፕሬዚደንት ስርዓት ዓብደላ ሓምዶክ ከዓ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ብሓባር ነቲ ክስታይ ክመርሕዎ ጀሚሮም ማለት እዩ። ነቲ መንግስቲ ነቲ ድሕረት ዕልዋ ማለት እዩ። ንበሽር ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዮምዎ። እዚ ክገብሩ ከለዉ ግን እቶም ደገፍቲ ናይ በሽር ዝነበሩ ኣብ ሴኪሪቲ ድዩ ኣብ ወተሃደር ድዩ ኣብ ተሰሪዖም ዝነበሩ ምስቲ ሰራዊት እዮም ቀፂሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ መደበኛ ሰራዊት ተሰግሲጎም ንሳቶም ከዓ መደባቶም እውን ክተፀኒሖም ሕጂ ብዚ ድሒሩ ዝተረኣየ ከዓ ምስ በዓል ብርሃን ኮይኖም ኣንፃር ሕምቲ ጠጠው ኢሎም ነናሓድሕዶም እቶም ብሓንሳእ ዝነበሩ ክልተ ሓይልታት ነናሓድሕዶም ኣብ ውግእ ዝኣትውሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ናባኻ ግርማይ። بعد ذلك طبعا المعيشة في السودان أصبحت صعبة ولا تطاق، والشعب انتفض. وهذه الانتفاضة صارت يعني في البداية بدأت بسيطة، وبالتالي بدأت تأخذ زخم، وأصبحت أنه يعني لا تقاوم، وحاولوا قمعها بالجيش وبالدعم السريع. لكن تعذر ذلك عندما تعذر ذلك الجيش بقيادة بما فيهم البرهان وغيره والدعم السريع بما فيه حميدتي، قالوا نحن يعني انحزنا إلى الشعب أو وقفنا مع الشعب، فأطاحوا بعمر البشير، وهم
قوى الحرية والتغيير، أصلا اللجان التي كانت تقود الانتفاضة دخلوا في شراكة لقيادة الدولة السودانية حتى أن تأتي الانتخابات، وكانوا ذاهبين في هذا الطريق. بدأوا أتوا برئيس وزراء مدني من اللي هو الدكتور حمدوك، فكانوا ماشيين على هذه الطريقة. ولكن أيضا يجب أن لا ننسى هنا إنه عناصر الإنقاذ باتجاهاتهم المختلفة سواء كانوا العسكرية والمدنية والأمنية كانوا موجودين، لكن أصبحوا خلايا نائمة، وأيضا دخلوا في داخل هذه الأجسام الموجودة العسكرية، وكانوا يتحركوا حتى أن حصل ما حصل. ودلوقتي يعني هذه الاتجاهات لما الدعم السريع والجيش عندما دخلوا في مواجهة، أيضا اتجاهات اللي كانت مع أو الخلايا النائمة تبع البشير أيضا موجودة مع الجيش، وبالتالي ما قاعد نراه هو الاقتتال ما بين القوتين الموازيتين اللي هم الدعم السريع والجيش السوداني، داخلين في معارك. دحرزين وصن جزء زمنقستي قتيلو مالتي جنزخنا يكون لوطون كرجع قصاي كألن تمررنا حزب خانا نبرتعي تقاوماتنا حزبي قتيلو أموت دعتاتهم كلت مرحتنا يوتهدر تسامعهم عبد الله حمدو كم قدامي منستر زنبرة علواقي رمال قسمو بعلاتهم نتسلطان حيزهم كمرحو وجميرهم زقنتي تقاومو خهدو سلزي كالا مودعتان دقنا أبجوبا تراخيبهم نستم مرحتنا حرية والتغيير زولو النبرو قال مرحت قابعتهم تسامعهم حدا وعل تفراريمهم مالتي نخل حدا مجلس السيادة والعلوي مريحنة كقومو وتهدراتن توم سيفيلاوان ارتتاتن زلوو مالتي نخل التعامت كارت تأتي حلافنت ارتحتتهم وتهدر كصنه بدحريوه جن نبتي سيفيلاو خستاي كساقا قروز بلس من معقره نزي أب جبري كوعلو أب زبقسلو زنبرو تقاوموتات كأ أقاتيمون زمالتي كالوت شنخ كأ تلاعلم مالت نحنا يتوكلنا نزبلو خلت شنخات وانت لاعلم مالتي حدا الكترة الديمقراطية زبلوه بت جعفر مرقني زبلوه زمرح تحدا خاء هزباوي ناي حرنت من قسقاس السودان زبحال زركبوهم كازياتهم كاب جوبا تعكيبهم نساتهم كا بقى ناتهم وعل غيرهم بحبر كوينهم السودان كل زساتفو مالتي جوبا استقبرتي حدا اب جوبا استخايد وعلى نقول زساتف هيكونن زغودلا الله زياتو الله سلازي كل زساتفو خونا الله قال اي منغستن هيمانوتن كفل الله كم زيتات عينتو نتبتات زلو غيرهم كان ساتهم غبايهم غيرهم مالتي حجي تمكففال كابزي يمص مالتي اب مونغو برهانن اب مونغو حميتن تشجر مستفطره حميت حجي مستقدماي حد 4 ودبات كوينم سيفيلاو ودبات كوينم مستي وتهدر سممع فرمون يرم المسار واتفاق طاري قلملي تبعيدي يسوع مسار بروسس مالت دي قرمي يا ايوا حجي حميتي نزيم اليوم زاتنا وعل كنخبروا لنا
ኢሉ ምስኣቶም ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ በዓል ብርሃን ከዓ እዚ ተገይሩ ዘሎም እዚኦም እኹል ኣይኮነን ዝተረፉ ኣለዉ ነቶም ካልኣይ በዓልቲኦም ኩትላ ዲሞክራጥያ ወይ ከዓ እቲ ዲሞክራቲክ ብሎክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ንዖም ከነእትዎ ኣለና ዝብል ከዓ በዓል ብርሃን ከዓ ንዖም ደጊፎም ማለት እዩ እዚ ግን መንፀብረቕታ ደኣዩ እምበርቲ መሰረታዊ ሽግሮም እንታይ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ናይ ጁባ እቲ ሓደ ሰራዊት ክህሉ ኣለዎ ዝብል ነጥቢ ተዘሪቡሉ ነይሩ ማለት እዩ ስምምዕ እውን ተበፂሑ ብኩሎም ዋላ በቶም ክልተ ድሒሮም ጉባኤ ዝገበሩ ይኹኑ ዋላ በቶም ቀዳሞት ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ሓደ ሰራዊት ክህሉ ኣለዎ ዝብል ማለት እዩ በዓል ሕምቲ ከዓ መራሕቲ ኮይኖም ናይ ወርቂ ማዕድናት ዝውንኑ ኮይኖም ኣብ ናይ የመን ዶ ናይ ሊብያ ዶ ናይ ቻድ ዶ ጉዳያት ኢዶም እናእተው ምስ ካልኦት ሓይልታት ናይ ግዳም እናተራኸበ ዝኸደሉ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምትሕንፋፅ ናይዚ ሓይልታት ማለት ነቲ ንሱ ዝረኽቦ ዘሎ ረብሓታት ምስኣን ማለት ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ንሳቶም ኣብ ውሽጢ ዓመት 2 ዓመት ክብሉ ከለዉ በዓል ብርሃን ንሱ ከዓ ምትሕንፋፅ እንድሕር ግበር ኮይኑ ሓደ 10 ዓመት ከድልየና ወዘተ ዝብል ፍልልያት ተጀሚሩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቶም ንሕና እቲ መንግስቲ ነቑሞ ምስቶም ውዕል ዝፈረምናሎም ፍሬምወርክ ኣግሪመንት ዝገበርና ውድባት ዳእምበር እቶም ክልተ ዳሕረወት ዝመፁ ኣይፈርሙን ኣይነበሩን ምሳና ምስኦም ጥራይና መንግስቲ ነቑም ዝብል መርገፂ ሒዙ ሕምቲ ብርሃን ከዓ እቲ ካልኣይ መርገፂ ሒዙ በዚ ምክንያታት እዚ ከዓ መንጎኦም እቲ ሽግር ተባሪዑ እቲ ዝረኣናዮ ውግእ ጀሚሩ ማለት እዩ ቀፅል ግርማ طبعا في البداية الحكومة لما تأسست هذه الحكومة بين الحرية والتغيير والجيش بشقيه طبعا ممثل في بقيادة البرهان هذه الحكومة لم تستمر وأيضا الانتفاضة بالنسبة للجماهير الشارع لم يهدأ ولم يتوقف فالأزمة كانت تراوح مكانها واستمر هذا الشيء وبعد ذلك طبعا حصلت في اتفاقية في جوبا ما بين كتلة معينة أو جهة معينة اللي هي حرية والتغيير وأيضا هذه جاءت اتجاه أخرى برضو في اجتماع في جوبا وقالوا إنه هذه اللجنة الذي كونت جبهة لم تدخل كل الاتجاهات فبالتالي هذه هي ناقصة وأيضا هم عملوا اللجنة تبعهم فاستمرت هذه المسائل وبعد ذلك هذه المسائل تطورت وحصلت نتيجة كل هذه المشاكل التي كانت ما بين اللجان هذه المختلفة أو الجهات المختلفة حصلت انقلاب أكتوبر فالجيش واتجاه معين اللي هو الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية هذا وقفوا مع بعض والحرية والتغيير اللجنة المركزية فضلوا لحالهم بعد ذلك عندما عادوا أيضا بعد ذلك أيضا حصلت اتفاقيات فتم التوصل لاتفاق الإطاري والاتفاق الإطاري طبعا استبعد جهة أو فضلت في خارج منه اللي هي حرية والتغيير الكتلة الديمقراطية فعندما حصلت هذه هنا بدأت الاتجاهات تنقسم على 2 نتيجة لما الاتجاهات العسكرية انقسمت على 2 وذلك أنه حميتي اللي هو قائد الدعم السريع وقف مع الحرية والتغيير المجلس المركزي أي مع الاتفاق الإطاري وهذا الاتفاق الإطاري طبعا رأى فيه حميتي أنه يأمن له الأشياء مسالحه أولا أنه دمج الجيش الذي هو أهم شيء بالنسبة كان لحميتي أنه كان بيرى أنه الجيش يجب أن يدمج
بعد 10 سنة، وفي نفس الوقت أن يكون المسؤول من الجيش يكون أنه رئيس الوزراء المدني وليس القيادة العامة. فبالتالي عاوز يخرج من هذه المسألة، فوقف في بعض هذا الاتجاه. والاتجاه الآخر أيضا هو القوات المسلحة بقيادة البرهان، قالوا أنه أولا أنه الدعم السريع هي جهة عسكرية تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، فبالتالي لا يمكن أن تكون تحت أمرة أو تحت قيادة المجلس رئيس الوزراء المدني. هذه واحدة. الشيء الثاني الاندماج يجب أن يكون في خلال 2 سنين. فبالتالي هنا دب الخلاف، ولأنه الدعم السريع له مصالح، له شركات، له مناجم ذهب وعلاقات خارجية مع الدول وكل هذه المسائل. فبالتالي لا يمكن أن يسلم كل هذه المسائل للجيش. فرأى أن يقف مع حرية والتغيير المجلس المركزي، والجيش أيضا رفض هذه المسألة وخرج من مسألة الاتفاق الإطاري، ورفض الاتفاق الإطاري وطالب أنه الاتفاق الإطاري يجب أن يعاد فيه النظر، ويجب أن تدخل فيه كل الجهات التي لم تدخل فيه. على سبيل المثال حرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية، هذه فيها كل معظم الحركات المسلحة موجودة في هذه الكتلة الديمقراطية. فبالتالي انقسموا على 2، وبدأت المعارك فيما بينهم، معارك طاحنة ومستمرة حتى هذه اللحظة. تنكيو جرماي زوج زي هجي كتماتات زكايد الله كتما كارتوم مالت بحري كارتوم أمدرمان أبزي زلتي بيت منغستي እቲ قيادة العامة زبلو ማእከላይ መደበር ናይ ሰራዊት ሱዳን እቲ ቤተ መንግስቲ ውሎ እቲ ሬድዮን ቴሌቪዥንን እውን ኣብዚ ኣብዚ ካልኣይ ከዓ መረዊ ዝበሃል እውን ቦታ ነይሩ። ኣብኡ ከዓ እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ንምቁፅፃር ኣብ ካርቱም እውን ዘሎ ማዕርፎ ነፈርቲ እውን ብርቱዕ ውግእ ተኻይድሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መን ነዚ ተቆፃፀረ እዩ እቲ ውግእ ማለት እዩ። ካብ ካርቱምን ካብ መረውን ወፃኢ ብዙሕ ፀገም ኣይነበረ። መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ዳርፉርን ኣብዚ ማእከላይ ሱዳንን ኣብ ካርቱምን ከባቢኡን ንብሎ ዘለና ኣብኡ እዩ መፂኡ ኣብኡ ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ምብራቅ ሱዳን እንድሕር ወሲድናሲ የለን ናይ ሕምቲ ሰራዊት የለን ማለት እዩ። ካብ ሱዳን ከሰላ ገዳርፍ ገለ ጀሚርካ እዚ ኩሉ የለውን ኣብኡ ማለት እዩ። እቲ መደበኛ ሰራዊት ናይ ሱዳን እዩ ኣብዚ ዘሎ። ትውግእ ግን ኣብ ማእከል ከተማታት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ብማእከል ከተማታት ከዓ ብነፈርቲ እውን ድብደባ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ከተማ ውግእ ዝያዳ ተመክሮ ዘለዎም እቶም ናይ ሕሚት እዮም ማለት እዩ። ንሳቶም ፋሕ ኢሎም ኣብቲ ህዝቢ ዝነብረሉ ካላሽኖም ሒዞም ገሊኦም ሒዞም ይታኮሱ ማለት እዩ። እቲኦም ታንክታት ገለ ኣለዎም ግን ምስ ህዝቢ ክልክምዎ እንተዘይኮይኖም እንታይ ወላ ሓንቲ ክስታይ ከውርድሉ ይክእሉን እዮም። እተን ነፈርቲ ዝድርቢኦ ከዓ ካብ ንዕኦም ዝረኽባ ነቲ ህዝቢ ዘዕንውኦ ንገዛውቱ ዘዕንውኦ ዝቐትልኦ ይበዝሕ ዝበሃል ማለት እዩ። በዚ ሸነኽ እዚ ባጋ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ፀገም ኣትዩ ማለት እዩ። እንቀሳቐስ ኣይከኣለን። ኣብ ግዜ ረመዳን እዩ ዝካየድ ነይሩ እቲ ውግእ። መግቢ የለ፣ መብራህቲ የለ፣ ማይ የለ፣ ሁሉ እዚ የለ ማለት እዩ። እቶም ኣብዚ ዝነብሩ ብዚ ከባቢታት ዝነብሩ ስደተኛታት ይኹኑ ሱዳናውያን ይኹኑ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ፀገም እዮም ወዲቖም ማለት እዩ። ዓለም ከዓ ነዚ ሪኣ ከዓ ሽዑኡ ናይ ተኽሲ ጠጠው ምባል ስምምዕ ወይ ውዕል ንምግባር ፃዕርታት ከተካይድ ጀሚራ ብዙሓት ኣነ ክዓርቕ ዝብል ተበግሶታት ወሲዶም ናይ ደቡብ ሱዳን ወሲዱ ኢጋድ ወሲዶም ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ኮይኑ ስዑድያን ኣሜሪካን ዝርከብዎ ዝወሰድዎ ተበግሶ ተቐባልነት ረኺቡ ማለት እዩ። ክልቲኦም ልኡኻቶም ናብ ጅዳ ሰዲዶም ግን ተኽሲ ጠጠው ምባል ስምምዕ ይገብሩ። እታ ስምምዕ
ቀለማ ከይነቕፅት ከላ ከዓ እቲ ውግእ ከዓ ይቕፅል ኣብቲ ውግእ ዘለዎ ቦታታት ማለት እዩ ከባቢ ካርቱም ይቕፅል ነይሩ ማለት እዩ እታ ናይ መረው ከዓ ነዊሕ ኣይቀፀለትን ድሓር እቲ ናይ በሺር ዘሎ ሓይሊ ተቆፃፂርዋ እታ መዓርፎ ነፈርቲ ማለት እዩ እዚ ናይ ካርቱም ግን ዋላ ኣብቲ ካልእ እቲ ህዝቢ ዝነብረሉ ቦታታት ኣብ በዓል ጅሬፍ ድዩ ከላክላ ድዩ ወዘተ ወዘተ እንዳስፋሕፍሐ ናብ በዓል ዴም ድዩ ናብ ገለ እቲ ውግኣት ከይዱ እቲ ሰብ ከዓ ሬሳታት ከተልዕል ኣይትኽእል ክትሃድም ኣይትኽእል ኣብኡ ተቐርቂሩ ማለት እዩ ብሽዑ ብክንደይ ገድሊ ብዝተገብረ ፃዕርታት ንውሱን ግዜ ህዱእ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ገለ ካብቲ ከተማታት ካብቲ ውግእ ዘለዎ ቦታታት እናወፁ ንበዓል መደኒ ገዳርፍ ከሰላ ካብኡ ሰጊርካ ከመን ክሳብ ኤርትራ በፂሖም ማለት እዩ እቶም ኤርትራውያን ክንሪኦም ከለና ኣብዚ ሕጂ ዋላቶም ሱዳናውያን እውን ናብዚ ቦታታት እዚ ከኸዱ ከዓ መዓት ገንዘብ እዮም ዝኸፍሉ ንበዓል ከሰላ ክትበፅሕ 120,000 200,000 እናኸፈልካ እዩ ንበዓል ፖርት ሱዳን ከሰላ ኤርትራ እቲ ዶባት ንምብፃሕ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ዘይብልካ ክትወፅእ ኣይትኽእል ኒኻ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ክወፅእ ጀሚሩ ዓቕሚ ዘይብሉ ከዓ ዕድለይ ይርኢ ኢሉ ካልእ ምርጫ የብሉን ኣብኡ ተሪፉ ማለት እዩ እቶም ናብ ኤርትራ ናብ ከሰላ ገፆም ዝኸዱ ከዓ እቶም ኣብኡ ኣብ ናይ ከሰላ ዝፀንሑ ሰበስልጣን እውን ኣብኡ ከለኹም ሕለፉ ንኤርትራ ኢሎም ናብ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ኣረኪቦምዎም ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ሓደ መደበር ከፊቱ ናይ ምፅራይ ደቂ ኣንስትዮ ንበይኖም ደቂ ተባዕትዮ ንበይኖም ወዘተ እናበለ ኮታ ካብኡ ዝሃደመን ዘይሃደመን ተቃውሞ ዝነበረን ዘይነበረን ዘፃርየሉ መደበር ገይሩ ተቐቢልዎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣሎ ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ ዝኸኣለ እናሞለቐ ናብዚ ምብራቃዊ ሱዳን ይኸይድ ገሊኡ ከዓ ንቻድ ዝሰገረ እውን ኣሎ ማለት እዩ ምስ ሱዳን ዝዳወባ ዓድታት ብዙሓት እዮም ደቡብ ሱዳን እውን ኣሎ ስለዚ ኩሉ በብመገዱ ክሃድም እዩ ዘሎ ማለት ኣብዚ መወዳእታ ዝሰማዕክዎ ከዓ ዋላ እቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ እቲ ቤት ፅሕፈት ዓፃፅዩ እቶም ዝነበርዎ ሰባት ገሊኦም ፓስፖርት ገይሩ ኣውፂኡ ንደቡብ ሱዳን ስጎሪልዎም ናብ ደቡብ ሱዳን ሰጊሮም ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ ዒሳ ሒዝዎም ንኤርትራ ተመሊሱ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ እዚ መወዳእታ ዝሰማዕክዎ قصل كما هو معروف لدى الكل طبعا الحرب هي يعني معظمها تدور حتى الآن في داخل المدن الخرطوم الثلاثة اللي هو خرطوم وخرطوم بحري وأم درمان وفي هذه الأماكن أيضا تدور طبعا في الأماكن السيادية مثل القصر الجمهوري وأماكن رمز الجيش اللي هو القيادة العامة والمطار وأماكن خدمية ومهمة أخرى وفي شوارع المدن كلها. فهذه الحرب طبعا حتى في البداية كانت في محاولة لاحتلال مطار مروي لكن هذه المسألة يعني تمت في وقت وجيز سيطر عليها الجيش وأما بقية المناطق سواء كانت المناطق الشرقية أو مثل القذارف وكسلا وبورسودان والأماكن هذه والشمالية بصفة عامة لا توجد فيها معارك في برضو أيضا متقطعة في جنوب كردفان ودارفور سواء كان غربها ولا شرقها توجد معارك متقطعة. هذه المعارك أضرت بالجماهير لأنه معظمها تدور في الشوارع وفي الأماكن السكنية للجماهير لأنه هي حرب شوارع وحرب مدن وفي هذه حرب شوارع طبعا
هو يتفوق عليها أو يقدر أو متمرس فيها الدعم السريع، نتيجة أنه هو خفيف الحركة لأنه لا يملك دبابات ولا يتحرك بلاند كروزرات، وبالتالي ولكن الجيش يتحرك هو حركته ثقيلة، دبابات وطائرات، فبالتالي إذا كانت الدبابات والطائرات والمدفعية استخدمت أيضا ينال الشعب ما تنال هذه الأشياء، وأيضا الطائرات مثله. فكثير من الأوقات في اتهامات أنه الطائرات أيضا أحيانا تصف مناطق الجماهير أو سكن الجماهير. هذه جانب الآخر الخدمات يعني متضررة لأبعد الحدود، لا توجد هناك خدمات طبية أو صحية، وأيضا مستلزمات العيش صعبة جدا، لا توجد أشياء ممكن مثل الخبز، وإن وجدت بصعوبة. أيضا للحركة لا يوجد الجاز ولا البنزين. فهذه هي المشاكل. وبالنسبة للمدنيين الذين يريدون الخروج من الخرطوم، سواء كانوا الاريتريين او السودانيين، هذه هي صعبه جدا. اولا اذا تمكنت من الخروج يجب ان تضمن ان يكون معك حتى للمواصلات يعني حوالي 120,000 جنيه ممكن من الخرطوم الى كفله او الى برسودان. فبالتالي من تمكن او ومن لديه هذه المبالغ خرج إلى كسلة. وأيضا السلطات في كسلة بالنسبة للأريتريين وجهتهم يعني إلى داخل أو أرسلتهم إلى داخل أريتريا، وفي داخل أريتريا أقاموا لهم معسكرات للتحقيق، ويوجد في هذه المعساكر. والبعض منهم الذي طلع إلى اتجاه تشاد وتشاد وجنوب أفريقيا أيضا يوجد بعض منهم. حتى السفارة الإريترية حسب المعلومات التي وصلت إليها مؤخرا، أن السفارة أغلقت أبوابها، وبعد منتسبي هذه السفارة في من راح إلى جنوب السودان وإلى أماكن. فما تبقى السفير عيسى أخذهم معه إلى إريتريا. فهذا هو الوضع المأساوي سواء كان للإريتريين المدنيين ولا للسودانيين. إلا هم الذي تمكنوا من الخروج من مناطق الاشتباكات، وما تبقوا موجودين يعني حتى يعني يأتيهم الفرج من السماء، وإلا ما في بيدهم حيلة. وهو وضع مأساوي بصفة عامة. الوضع هو مثل ما كما تتابعونه في كل وسائل الاتصالات المختلفة. المعارك لم تتوقف والمشاكل موجودة، والمدنيين يدفعوا الثمن غالي حتى هذه اللحظة. اوكي ثانك يو. تانا مودات ارستنا حجي صلواتات ناي زهلو كنتات ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ኤርትራን ኣብ ዞባናን ያትብል ማለት እዩ። ቀዳማይ ንኣብነት እዘን ሃገራት እዚኣተን ትውግእ እንድሕር ቀፂሉ መፍትሒ እንድሕር ተሳኢንሉ እሞ ውድቃት ወይ ከዓ ፍሹላት መንግስታት እንትደኣ ኮይነን ንፀጥታ ናይ ኩሉ እቲ ዞባቲ ዝብክል ሃዋህው ይኽፍጠር ማለት እዩ። ሱዳን ምስ 7-8 ሃገራት ትዳወቅ፣ ኢትዮጵያ ከምኡ። ኢትዮጵያ 110-120 ሚልዮን ተቐማጠ ኣለዋ። ሱዳን 45 ዝኸውን ሚልዮን ተቐማጠ ኣለዋ። መዓት ብሄራት መዓት ዓሌታት ዘለወን ሃገራት እየን ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣተን ድሕሪ ፈሺላን ነቲ ከባቢአን ዘሎ ኩሉ ክዝረግ እዩ
مالتي زي تحدي كابزة سجق صلواتات نايزي وقزي. اوكي اوكي طبعا هذه هي المشاكل. ايضا دلوقتي النقطه الاخرى هي انعكاسات هذا الاوضاع، اوضاع اثيوبيا، اوضاع السودان، وتداعياتها على هذه المنطقه. هذه الدولتين هي دولتين كبيرتين، الواحده حوالي 120 ألف نسمة سكانها، والأخرى 40 نسمة سكانها. أثنيات وقبائل وقوميات مختلفة، ولهم حدود مع دول أخرى كثيرة. السودان مع 9 دولة، وإثيوبيا ما أدري مع أقل من ذلك. فكل هذه الدول التي تحادد هذه الدولتين حتطالها المشاكل إذا كان أصبحت هذه الدولتين تعاني من مشاكل وأصبحت دول فاشلة. بالتأكيد الدول الذي المحاددة لهذه الدول حيطالها هذه المشاكل وحتعاني من هذه المشاكل. والوضع بالنسبة للدول المجاورة لم يكن أقل من المشاكل الدول التي من الدولتين التي تواجه بالفشل إذا فشلت كدولة. فالتداعيات هي كبيرة وسالبة. على أي تم ناي قدام حيلتات أبقرنا أفريقيا ربحتات زلوهم بزحات مالتي أمريكا، روسيا، تشاينا، تركي، زتفعل عليها حقرات بزحات اللي ربحتات زلونا بقرنا أفريقيا مالتي زياتن ون يتكأسوا ويكعا مسأن أبقودنا كوينو ناتن ربحتات زساسي شناخات كدليان مالتي. سلازيتي وقلنا نوحيتي هزبنا تبتاتن انت تخيدو نزلنا قدام حالتات كأن عنز قلقلو شبات كوا فراخ حزاناتات ربح هذا الرقاق صلو فنتات كفتات شا كفتنا مخانا ردي مالتي. سالساي زبازح نقد ناي إيرتران درئينا مس إثيوبيان سودانيني مالتي. إيرتراس بزح نقر الله خاب السودانين كاب إثيوبيان توسدو مالتي. زيتي ديو مشيلات ديو طاف ديو بون ديو بربرة ديو إخلي استفعل علي نقرات كدا وانتي حكمنا ديو على قلون سدة اندحر كوينون مجمريا معقوبينا وي سودان وي إثيوبيا مالتي إيرتراويان انتو سيدنا مالتي. علي سيد عبد الله ناي نقدي منستر كله انتايلو نيرو نا إيرترا 85 نقداوي نتفتات مس إثيوبيا يلو تزاريبو نيرو مالتي ناي نقدي منستر كله مالتي. سلازيت بمنغوزن حقرات زياتن زكايد نقد كأطو كبل يندحر ناي وقع وتاتات كوينن ناي مفنقال ناي سدات ناي موت وتاتات كوينن اتنقداوي نتفتاتون تطو كبل مالتي. زون كان قدعت ويتصلوا نايتي أب سودانن أب إثيوبيان زكايد زلو وقيو ولاتنا واقاتات من درون نهاري زخيد زلو مالتي لهم يتمنى بابرو نهاري زخيد زلو أب السودان يخون أب إثيوبيا نقرمه. أيضا في التدخل الأجنبي أو الحكومات الأجنبية سوف لا تربع يديها وتشوف ما يحصل في السودان في إثيوبيا، لأن كل هذه الدول لها مصالح، سواء كانت أمريكا أو الصين والدول الأخرى. فبالتالي كل واحد يدخل ويطيل أمد هذه الحرب حتى تتحقق مصالحه من خلال الاتجاهات اللي ممكن يلعب معها أو يدخل معها في هذه الجانب. فهذه أيضا حتعقد المسألة وحتطول أمد الحرب، وبالتالي حتطول معاناة الشعب وأيضا معاناة دول الشعب المجاورة في نفس الوقت. بالنسبة لإريتريا العلاقات التجارية الإريترية هي مع هذه الدولتين، مع السودان ومع إريتريا. في الفترة التي كان فيها علي سيد عبد الله المرحوم علي سيد عبد الله عندما كان وزيرا للتجارة قال في أحد
لقاءاته أن 80% من حجم التجارة الإريترية هي مع إثيوبيا. أيضا هنالك في خدمات طبية في هذه الأيام، إذا كان استعصت الأمور كان الناس تذهب إلى المستشفيات اللي يعني أحسن حالا من المستشفيات الإريترية، سواء كانت في السودان ولا في إثيوبيا. أيضا عندما تكون هنالك مشاكل في إريتريا، دول الملجأ بالنسبة للإريتريين كانت السودان وإريتريا. فأيضا في هذه البلاد إذا كان في مشاكل، أيضا هذه المشاكل تنعكس بنفس المستوى بهذا الحجم العلاقة الإريترية مع هذه الدول. دلوقتي طبعا بشكل منظور بدأ القلاء في هذه الدول، وقلاء فاحش بالنسبة للمواد الأساسية، وهذا أيضا بدوره ينعكس على إريتريا. اوكي. እቲ ኣብ ካልእ ፀገም ከዓ እቲ ኣብዚ ውግእ ዝካየደለን ዘሎ ቦታታት እቲ ናይ ስርቂ፣ ናይ ምዝማት፣ ናይ ምቕታል ተሪኦታት እናተባረኸተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ማለት እዩ። ስለዚ ብቀትሪ ይኹን ብለይቲ ክትንቀሳቀሰሉ ዘይትኽእል ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ኣብዚ ቦታታት እዚ ስርቂ በዚሑሎ ማለት እዩ። ኣብ ገዳርፍ ይብለኒ በቃ ዋላ ብቀትሪ መፂኦም ገዛውትኻ ብፋስ ገይሮም ኣፍሪሶም ዋላ ደኸኩንካ ዋላ ገለ ዘሪፎም ይኸዱ። ኣግዶን መረባዕን ድሕር ኣላትካ ነታ መረባዕ ከኣትዋ ነታ ኣግዶኻ የንድድዋ፣ ንስኻ ነታ ኣግዶ ከተጥፍእ ከለኻ ነቲ ገዛኻ ኣትዮም ኣፍሪሶም ኣትዮም ድላዮም ሒዞም ይኸዱ ማለት እዩ። ካልኣይ ልክዕ ከምቲ ብሲና ነበረ ከዓ ሰባት ትጨውይ ማለት እዩ። ብፍላይ ኤርትራውያን ተፈሊጥና ኢና ብዓለም ማለት እዩ። እንድሕር ተጨውዮምና ገንዘብ ከፊልና ከምነውፅእ ንጨዊኻ ድሓር ክትወፅእ እንድሕር ኮንካ ገንዘብ ካብ ኣዝማትካ ክለኣኸልካ ጠለብ ገለ ይብልዎ ማለት እዩ። እዚ ዋላ ቅድሚ ትውግእ እውን ጀሚሩ ነይሩ። ወረቐት ዘይብሎም ናልካ ናሓስካ ኣብ ገለ ገዛውቲ ተኣስሮም ድሓር ገንዘብ ኣምፅኡ ትብሎም ገንዘብ ካብ 1000 ክሳብ 1500 ዶላር በፂሑ ነይሩ ይበሃል ማለት እዩ። ንሓደ ከፊልካ ምስ ወፃእኻ ካልእ ተረኺቡካ ከዓ እንደገና ከዓ ከምኡ ዝኣመሰለ ስጉምቲ ይወስደልካ። ስለዚ እቲ ናይ ስርዓትን ሕግን ክስታያት ፈሪሱ ስለ ዘሎ ኣብዚ ቦታት ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ሕጂ እቲ ሓይሊ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ ይሰርቅን ይቀትልን ይዘርፍን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ብዙሕ ስቅያት ይወርዶም ኣለዉ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት። ካልእ ቀፅል። ብካልእ ሸነኽ ድማ ከምዚ እዚ ኩሉ ፀገማት ኣለዎ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ክሳብ ናብ ዓድኻ መምላስ እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓደ ሸነኽ ኣሉታታት እዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ኮይኑ ከምዚ ንመርገም ዝበልካዮ ንምረቓ ዝበሃልካ ኣሎ እንድዩ እቲ ኤርትራ ነታ ሃገር ካብ መንእሰያታ ዳርጋ ኣፅሪዋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ሽግር እዚ ከዓ ይምለሱ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብኡ ተመሊሶም ኣብ ደገ እውን ክረአ ዘለዎ ነገራት ሪኦም ስለ ይምለሱ ስለ ዘለው ኤክስፖዥር ኣለዎም። ከመይ ይነብር ሰብ እንታይ ከመይ ኩነታት ነይሩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምፃእ ዝሕግዝ ሓይሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕሪ ተሰሪሕሉ ንምባል እዩ። ቀፅል ግርማይ። طبعا المواقع التي تدور فيها الحروب أيضا ظهرت فيها مظاهر النهب والسلب بوضوح والقتل أيضا. فبالتالي في هذه الأوقات في تجراي ولا في السودان يعني في بعض حتى في الجدارف من الصعب أن تتحرك في وضوح النهار ناهيك عن الليل. فالنهب يتم نهرا جهرا.
في القذارف في رابعة النهار يتم السلب والاختطاف أيضا موجود، بالذات إذا كان يعرفوا أنك أنت إريتري، وبالتالي الإريتريين معروفين أنه إذا كان تم اختطافهم وإذا طلبوا من أهاليهم ممكن تأتي الأموال فبالتالي هذه أيضا موجودة. ويطلبوا في الفترة القريبة كانوا بيطلبوا من $1000 حتى $1500 على الشخص. فهذه المسائل موجودة. فانعدام الأمن والنظام وهذا أصبح هاجس وأصبح مشكلة كبيرة بالنسبة للإريتريين في هذه المنطقة. ولكن كما هو واضح أن إريتريا كانت يعني خالية من الشباب، كل من تمكن للهرب كان بيهرب. لكن هذه الأوضاع أيضا ممكن يقول الواحد رب ضارة نافعة، أنه بدأت عودة الشباب، وإذا كان هذه الشباب عادت ممكن أن تكون شباب يعني نواة للتغيير إذا تم تأطيرهم وإذا تم توجيههم التوجيه الصحيح. فبالتالي هذه هي برضو الأوضاع من يعني من لا يجد أي باب، من لا يجد أي مخرج. فالشباب بدأوا البعض منهم يرجعوا، وإن شاء الله هذه العودة تكون للفائدة العامة. ካልእ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘዋፅጥ ናይ ግድብ ህዳሴ ጉዳይ ኣለወን ማለት እዩ። አልቡርሃን ምስ አልሲሲ ብሓደ ኮይኖም ብሓደ ጠጠው ክብሉ ከለዉ ሕምቲ ግን አንፃሮም እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ መረዊ ኣብቲ ኤርፖርት መጥቃዕቲ ምስ ፈፀመ ኣብኡ ሱዳናውያን ባዞም ግብፃውያን ረኺቡ እዩ ነዚኦም ማሪኹ ከዓ ካብ ሱዳን ከም ዝወፁ ገይርዎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ግዳም ኢድ ንምትእትታው ዝዕድም እቲ መንጎ ክልቲኦም ዝግበር ዘሎ ምውጣጣት ናይ ግዳም ኢድ ዝዕድም እዩ። ከምኡ እውን ሕሚቲ ግዜ ውግእ ናይ ሊብያ ኣብ ግዜ ውግእ ናይ የመን ሰራዊት ይሰድድ ነይሩ እዩ ናብዘን ሃገራት እዚኣተን ከይዱ ይዋጋእ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ከም ዝበሃል እቲ ናይ ሓፍተር ኣብ ሊብያ ዘሎ ኣብ ምብራቅ ሊብያ መንግስቲ ቂሙ ዝኸይድ ዘሎ ሓፍተር ጀነራል ሓፍተር ይድግፎ እዩ። ሓንቲ ነፋሪት ተፃዕነት ብረት ተፃዕነት ነፋሪት ናብ ንሕሚቲ ሂብዎ እዩ ዝብል ወሬታት ከማን ይስማዕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ድሮ ነናትካ ሸነኽ ምርካብ ምሕጋዝ ዝኣመሰለ ነገራት እውን ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ እውን ንዓና መንጎ ኤርትራውያን ክንደይ ፍልልያት ኣምፂልና ክንዝነበረ ንዝክር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ እውን ድሕር ቀፂሉ ናብ ህዝቢ ክወርድ እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎቶም ሰራዊት ኣብ መንጎቶም ወተሃደራት ዝካየድ ዘሎ ውግእ እዩ። ዋላ ኮላተራል ዳሜጅ ናብ ህዝቢ ዝበዝሕ እንተኾነ ትቐንዲ ውግእ ግን ኣብ ሰራዊት ኣብ መንጎ ክልተ ሰራዊት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እንዳነውሐ እንድሕር ከይዱ ግን ካልእ መልክዓት እናሓዘ እናተጋፍሐ ፍታሕ ክርከበሉ ኣብ ዘይኽእል ነገራት ክምዕብል ይኽእል እዩ። ሩስያን ቻይናን ብሓደ ሸነኽ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ነዚ ዞና እዚ ንምቁፅፃር ኣብ መንጎኦም ዘሎ ውድድር ኩላህና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። ኢሳያስ እውን ሕጂ ከይዱ ኣሎ ንቻይና ፅባሕ እውን ናብ ሩስያ ክኸይድ ይፍሉጥ እዩ። ስለዚ እቲ ዞባና ምስ ኣህጉራዊ ይኹን ምስ ዞባውያን ሓይልታት እናተራኸበ ነናቱ ረብሓታት ከረጋግፅ ዝፍትን ሓይልታት ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዝያዳ ዘይምርግጋእ፣ ንዝያዳ ውግእ፣ ንዝያዳ ስደት ከሳጥሓና ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ንምባል ይቀኒለይ ወዲእ ኣለኹ ግርማይ። اوكي ايضا طبعا هذه الوضع اللي موجود في السودان هو وضع يدعي الاتجاهات الايادي الاجنبيه للدخول. اذا راينا انه بين
بين المصريين والإثيوبيين في مشاكل سد النهضة. وأيضا لو رأينا أنه احتجاز أو اعتقال حميتي في معسكر مروي للمصريين، هذا أيضا بيرسل إشارة أنه للوقوف البرهان مع المصريين. فهو هذا أيضا يرى أنه يستفز المصريين، وبالتالي هذه ممكن أن تكون دعوة للتدخل طرف ضد طرف لحماية مصلحته. وأيضا كانت تسمع هنالك أنه من الجنرال حفتر بإرسال بعض الأسلحة للدعم السريع لحميتي. وإذا طالت مثل ما احنا طبعا الحروب الإثيوبية بنتيجة تدخل النظام الإريتري كانت خلقت فيما بيناتنا مشاكل. أيضا هذه المشاكل حتى الآن لم تظهر في داخل السودانيين، لأنه الاشتباكات أو النزاع موجود ما بين الجيشين اللي هو الدعم السريع والجيش السوداني. لكن مع طول الزمن لا يضمن أحد أن لا تتحول هذه الحروب إلى حروب أهلية، فبالتالي تحصل انقسامات وانشقاقات ما بين المكونات السودانية. أيضا جهات دولية مثل الروس والأمريكان موجودين، كل حيدخل لحماية مصالحه أو لتأمين مصالحه، أو أيضا لإيجاد موقع قدم حتى يكون مصالح في هذه المنطقة. فالاستقطابات موجودة. أيضا لو رأينا أنه رأس النظام الإريتري قبل كم يوم كان في الصين، وغدا أيضا ممكن بالتأكيد يروح إلى روسيا، فبالتالي يدخل إريتريا أيضا في ضمن الصراعات الدولية، صراعات الفيلة اللي موجودة، ممكن أن يدخلها، لأنه كل الاتجاهات بدأت تتحرك كلا لتأمين مصالحه، سواء كانت قوة إقليمية أو قوة دولية. والنظام في إريتريا أيضا ليس بعيد من هذه المسائل، فبالتالي إريتريا سوف لا تسلم من هذه المشاكل أيضا. بهذا اكتفي شكرا جزيلا قرمي. شكرا دمان جستاف. وبالتالي أمين وين؟ أمين ما قاعد أشوفه. أمين هلو شمسلو هو شمله. أوكي عزيزتولة. هنا طبعا عندنا الأستاذ جستاف أسمروم، يعني فبعد كده ممكن حتى يأتينا أمين ويستلم الإدارة، ممكن إذا كان في أسئلة أو استفسارات، أو حتى الأيادي ما هي كثيرة، حتى إذا كان في مداخلة، لكن يجب أن لا تتجاوز 3 دقائق بالكثير. أوكي آيفون يا ريت. هو آيفون أنا تاني البينة بحال كجمرتها هو بتعمل مسكن نتي بلاتفورم دالكم كمون دما كاشا تدهابو مقدبلة informations أبحثين حرعاتي مجمرتها زي سرعاتنا إرترا أفتي بريتوريان نايبيس زرب تقبرولو كأتو دو جبوني رويس كوني لهم بمخنياتهم على يسموه نعو قرب كومنت تهابة تي كالعيتي حتو يدما نزي سرعات كابزي خباب خيل قسكا اتي خباب السلام كركب خيل جو looking اتي تساقم أبي إثيوبيا دعات دقابرون كمون دما السودان دقابرو دلو حج دما أبعد تشاينا همزي حجي كاشانا دبلو صباح دما براشا كيدو زيد ندرو دلو نتقباب السلام كيركب كقبرو خيلدو السو خيل قاسسني السلام كركب كعدو. Thank you.
الأسئلة هي مختصرة. شكرا ساميل بتاع من تاشمي غني الله حتصير حطه وبروح حطه. بيقول طبعا هل لماذا لم يدعى النظام في اتفاق في اجتماع بريتوريا؟ هل تم إبعاده عمدا أم لماذا لم يستدعى؟ هذه واحد. وأيضا هل يمكن أن تنعم المنطقة ورأس النظام في الحكم أو النظام في إريتريا وهو في رأس الحكم، هل تنعم المنطقة بسلام؟ أوكي، قنرنا دانيال. منغستي إريترا باتناي بريتوريا ركب سلميون منغستي إريترا زي ساتفات بالدلا كساتف دو يقبو نيرو ويساي نبرونا بتي بريتوريا ياتبل. كم تزرع أنا يوتي ناي بريتوريا ركب بصعري ناي أمريكا سعودية أمارات أبيلو دحريقو خانا تم ناي أفريقاوي شجر بأفريقاوي مفتحي كجبرلو لو يبلوس لزنبرو خا نبع أوباسانجو نبع كينياتا حواويسم زجبرو وعلى نيرو مالج. سلازي تلتي بحال يعني حدا نسواب زي ملكوتو وقيو آتيمبر تقريتشت ناوشت هو داك زتفتر ناي سلطان قرقوس نير نبتوق زبصحي مالج. سلازي أبقون زوتو مخنيات هاي نبرون السجن نتعدل تيان حوحات نمدفع كتقملا سزلي أبي أحمد كأ سلطانو نمدلدل ناي إساياس حاجز يدلس للنبرة تماسات إيروم زجبروا نجار ينبرني إرترات ملكت وجون أي نبرتن مالك. بعد أمريكا خا مرقص ناي إساياس قبل عليهم زلوا أي طف أمني مالتيو نسو نعوز خون مدب زدالو يوم دمسلو بزي وان زخ الزاربو السمعون كلها دش ولدو ناي مرحتي ناي ارتراخ نململ علنا إلهم عويلهم ززاربو لزلو وان زلو مالتي. سلازي زا قداي زيا كالي متحللاخات كي هلوا نإثيوبيا نتوم نإثيوبيا شنخات الرخيبكا نتاشقر مفتاح زبل مرجع زوسوديو زمثلنا أمريكان ولا بعال سعودية ولا بعال عمارات ونا يدلي أومن أو خصاته فو مالتي. تخاليتي نتسرعات كالقسكا سلام كركب دو يكاليو اتسرعات بزي اقرقر كنبرا يخيلني مالتي سلطانو خنا واحد يخيلني ومخنياتهم سلام نحرتو رخيبو هزبي بزعبا سرح كحتتيو بزعبا من نبابرو كحتتيو بزعبا تمهرتي كحتتيو بزعبا قلق حتتيو سلازي نزي هزبي زي خدقوزو اندحركين كا كل زي اب شقر انكليل كتبلو لكا اب وقعات كتأتوه لكا عرفت خرك بيبلون وزت خمزنا قبري ايو خساب حجي كخيط صنيحو حجونتي سراويتا يفانونكم مخنيات أبيك خفانو أنت يسرح اللو بتاع هجر نزي كل سراوي تزي خون سرح وكرخ ولا أي كإني سلزي ناي زي من رجعت أنك أخي كونه قال شجرات إنما هذا تي سلطان زنا وحلو خناتات كفتر يزدلي معلش بزعبان زي سرعة زي الجيسكا سلام كركب كالي زبل حتى زون جزارو حتى زلوا مالتني إرترا ترى الجيسكاس أبي إرترا زل سرعة الجيسكاس أبتخال سلام كمتسي خيل ديون زبل حتى أي مثلاً أبناء
ኣብ ካልእ እውን ኣለዉ እዮም እቲ ሰላም ዘይደልዩ ዕግርግር ዝገብሩ ወዘተ ማለት እዩ ከስፋሕፍሑ ዝደልዩ ወዘተ ዕላማታት ስለ ዘሎ እቲ ውግእ ዳርጋ መነባብሮ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ ክንብሎ ንኽእል ንሱ ይሃሉ ኣይሃሉ ንሱ ግን ብዘይ ግርጨት ብዘይ ውግእ ብዘይ ክስታይ ክነብር ኣይኽእልን እዩ ኢለ ጥራይ ክዛዝመን ዝኽእል ነተን ሕቶታት ተንኪዩ في اجتماع بريتوريا طبعا هذا الاجتماع كان تم برعاية الحكومة الأمريكية ومنظمة الوحدة الأفريقية والإمارات العربية والسعودية هذه كلهم كانوا هو طبعا بيروا بالذات الأمريكان وبيروا أنه هذا دخل في يعني في الحرب لا هو دخل في حرب لا يعنيه والأمريكان كانوا ضده لأنه هو لماذا دخل هذه الحرب ولماذا قبلوا الإثيوبيين أيضا أن يدخل معهم هذه الحرب ممكن نراها ممكن قراءتها في هذا السياق في هذا السياق لو هو اعتبرها فرصة لتصفية الحساب مع الوياني وأيضا الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد رأى أن سلطتهم هذه القوة هي القوة التي يعني تهدد سلطته فرأى فيها حماية سلطته فدخلوا هذه الحرب والأمريكان طبعا لا يريدونه أن يدخل حتى في هذه الفترة لو في تسمع يعني هنا وهناك أن الأمريكان يحاولوا في إعداد أو في سلو جهات شبابية أو جهات ممكن تكون بديلا لهذه النظام فبالتالي الأمريكيين كانوا يروا إبعاده حتى من إريتريا ناحية أن يدخلوه في هذه المسألة وتم إبعاده لهذه الأسباب أما بالنسبة النظام والسلام هم يعني شيئين يعني في اتجاه عكس بعضهم البعض انه النظام لا يعيش في السلام وليس لديه مصلحه في السلام لانه السلام لها استحقاقات حتى لو راينا عدنا الى الشباب حتطالب النظام بمطالب الحياه العمل الدخل سواء كل هذه المسائل وهو طبعا لا يريد ان يعمل هذه الاشياء فبالتالي يشغلهم بالحروب وعدم الامان وعدم الاستقرار وحتى الجيش الذي عادت من هذه الحروب الى يومنا هذا توجد في الخنادق لم يسرح منها احد لانه في تسريح هذه القوه وهذا الجيش الكبير بيعرف انه حيكون له مطالب وهو لا يود ولا يريد ان يلبي هذه المطالب اما ازاله النظام فقط لا يخدم السلام في المنطقة لأنه في الجانب الآخر أيضا توجد هنالك قوة مناهضة للسلام فيعني بالتزامن كل هذه القوة المناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة هذه القوة يجب أن تزول حتى يعم السلام المنطقة بأسرها ولكن إزالة نظام واحد لا يفي بالغرض نوساخ حنت نطبي اب 2018 سلام غيروم ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስተባህሉ አብይ ተሸሊሙ እምበር ኢሳያስ ኣይተሸለመን እዋናት ሒዞም ኢስንታሰብ ምዃኑ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሰላም ስምምዕሲ ክልቲኡ ዝሽለማ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንሪኦ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ሽልማት እውን ኣይሃበዎን ስለዚ ናይ ኢሳያስ سرحات انتهي مخانس يفلتوا انتم معرباويان مبالي. اوكي. ايضا اود ان اضيف نقطه واحده عندما يعني في 2018 لما حصل السلام تم توقيع السلام بين اريتريا واثيوبيا طبعا علي فاز بجائزه نوبل للسلام المفروض ان الجهتين التي وقعت اتفاقيه السلام الجهتين يجب ان تنال أن تفوز
بجائزة السلام، لكن أعطيت جائزة السلام لأبي أحمد فقط، وهذا إن دل يدل أنه الغرب يعني قادم منه ويعرف شخصية هذا القائد، فبالتالي هذه تمت عمدا وهذه كانت إشارة لعدم قبول وعدم رضاء تحت أي حال من الأحوال بهذا القائد. اوكي. قرب سوري ابزي قربتنا حزن على قرب الكل كيده صنيحه. اوكي معلش قرب يا شو قلنا يا اوكي. دكتور نبيل اين برندي وصنح لي نيره ندعير يا اخوان دحان ولا حن شقرا اين برندي سوري الله اوكي دكتور نبيل اسكي من يدو حفا بينو نيرو ريدو هذا من البحث حد قصوي ابراهيم ابراهيم قبيل استاذ ابراهيم قبيل استاذ ابراهيم طيب من البحث اسكي قالت زاريب كان لخ يتخون ويبحطو قريبا اب مجرشا اوان اب مجلسي دكتور ابي بفلاي نتوم زي إثيوبياويان اللي يزقلت أب قداينا أتيكم تقبروا ذلهم تطون ختبلوه زبل ملقتم محلالي فو بزوحات خطاتلتي كاب إثيوبياويان وكنوي كاب إرتراويان اتمال أختي دايركت سياسوي كاني نمنجست إرتراز ملكتي تباهيلو قمقامات كوها بلو ترأيو بوغن كان باب كانت تباهلي مقلتي كميو سير خكبا مونغو سياسة فوركن دكتور أبين معري قلبت مقدانا كل زرعنا يشوفون ولاتنا بيلو مقداني تريفونيرو أبزو وان زيد حرتي ناي بريتوريا معات مزز خيد دلو معباليتات أب من تعينة تكون تاتركوبو ناي بحكي إن دا لحلحة خيدالو ويس مستغم تأساسري نقلت متاتون جنا رخكباتون كتصالي يتبلو جنك حتيتو تخوين لقن سجرات سجنة أنا لا يتحتتن ولتا مودعتا أبي ذهب مجلسي نتاتهم قدايات كي قبرو نتاتهم شجرات كي فتحوا أوشتاوي قداياتنا إيدنا أتوو كفتفتو زفتنو حايلتات اللو إذن كبلهم وزتي زبل مالتي نزيا متشم دليخا خالد منيو أبناء إثيوبيا قداي إيدو زوت زلو كاب إساياس وصايلكا كترخب الله درجة أتقاميتيا تخون مالتي سلازي بتي أمونغو أبين كل التقرأين زقبر زلو مقررابات بحادة شنخ اتيناي أمحرة كل الكعاء أنصارتي بعل أبي زخدو زلو قعزو خيد سلزلو من البات إساياس مستمع محر كل الأمحرة زلو تقاومتنا تراخبه نمصعي كشجرهم نجارات النادلوه يخيد كله يخيلي مالتي نساتهم زبصحوا بصتاوي في تفتيشهم قال خلوهم يخيلي مالتي كم خاي سرار حنا إساس من السودان كجراجو خلو خاب دبوب السودان كمبرق السودان تقاومت أبي إرتراي ململ مالتي أبزد لي وانكا أو تسيوخا يتقوم لهم قالتي صراحة تصاقم كركب كله يتقوم لهم أنصار صراحة مالتي سلازي خمزي زعم مسألة صراحة كاب مقبار سلازي عرف مالتي تزباز حيشنخات نعوي الزبل الناتي زلني مالتي كالي انت اللي خوينو خاد حرام مصاي نريو مالتي انت خاليتي تي امونغو ابين
ኢሳያስን ዘሎ ዝምድና ዘቋረፀ ዶ መስለካ ዝብል ኣይመስለንን ኣነ ገና ኣሎ ይራኸቡ እዮም ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ደረጅኡ ኣይበፅሕን ማለት እቲ ናይ ትግራይ ሽግር እውን ገና ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተፈትሐን ዘሎ ማለት ብ30 መዓልቲ ክውዳእ እዩ ዝተባህለ ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ 6 ወርሒ ገይሩ ብዙሕ እውን ንቅድሚት ዝኸደ ኣይኮነን ማለት ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከይተወደአ ኣብይ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ከቋርፅ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ማለት ስለዚ ክፍትን እዩ ዋላ ተፃዊሩ እቲ ዝምድንኡ ዓቂቡ ክኸይድ ኣብ መወዳእታ እንድሕሪ ውሽጣዊ ሓድነቱ ውሽጣዊ ግንባሩ ኣደልዲሉ ምናልባት ሽዑ ኣብ ምቁራፅ ናይ ዝምድናታት ከኣቱ ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ናቱ ቦታ እውን ሰንከልከል ዝብለሉ ዘሎ እዋን እዩ ማለት ስለዚ ቦትኡ ከየረጋገፀ ከይረግአ ናይ ኣምሓራ ተቃውሞ የጋጥመሎ ናይ ኦነግ ተቃውሞታት የጋጥመሎ እቲ ምስ ትግራይ ዘለውን ገና ኣብ ውዱእ ቦታ ኣብ ውዱእ ጉዳይ በፅሕን ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እቲ ገመዳቱ ባዕሉ ዝበትከሉ ምክንያት ኣይረኣየንን እዩ Thank you Gustav تفضل قرن اوكي طبعا القوة الخارجية بدل هو حذر أن لا تتدخل في الشؤون الداخلية وقال بعبارة من الأفضل أن تقوم بواجب أن يقوموا بعمل واجبهم المنزلي وهذا طبعا بالتأكيد هذه القوة وإن لم يسميها بعينها هي من تكون غير إريتريا هذا هو واضح فالجهة التي قالها هي إريتريا طبعا وهذا لسبب واحد لأنه إساياس والأمحرة لسه بيناتهم ممكن في مغازلة أو بيناتهم في علاقات وهذه طبعا تخلق مشاكل لأبي أحمد لأنه عنده مشاكل مع الأمحرة وفي خلق المشاكل إذا كان اختلفت معه أو لم يرضى أو قمت بأشياء هو لا يرضاها إساياس متخصص في هذه المسائل وفي مثل هذه الأدوار لأنه يحتفظ بمعارضة أو بناس عندهم مشاكل مع حكومة ما أو مع جهة ما ثم يستخدمهم عند الضرورة أما علاقة أبي وإساياس أنا لم تنقطع بعد لأنه مشاكل أبي لم تحل بعد فلهذا السبب سوف يتحمل إساياس حتى النهاية ما لم يضطر لقطع حبل العلاقة سوف لا يقطع حبل العلاقة والعلاقة مع النظام في إريتريا ومع إساياس بسهولة لأنه عنده مشاكل مع الأمحرة زي ما ذكرنا أنه اتفاقيات بريتوريا كلها لم تنتهي بعد هناك في بعد اتجاهات من الأرومو عنده مشاكل فنظرا لهذه المسائل كلها لا زال يحتاج إلى أن تكون له علاقة مع إساياس فأنا أقرأ هكذا العلاقة سوف لا تنتهي في هذه المرحلة Thank you شكرا أستاذ منقسط أب برضو نبذنا السودان بزملكت لكعتي خونتات بسودان دلو بصفح زبالة خونتات من تاي درجة بتشحن لو تنتينكا قليسكايو قالي كابتي كتوبوز نبركا مجلستاتون أبزوان زي بفلاي قالي إرتراويان مخملسون عدي عدد رقبلو مملاس نايتم من إسياتون قال لوتي نممساكم قالوا قاله بوزيتيفلي كنريون قلينا إلكا قال إسكانيركا أنا انتهى قبل دل حجي قدامي نقر لكعتن كالوت قراب تاها قرات ماي السودان
ኢትዮጵያ ትኩን ቻድ ድያ ወላ ካልኦት እቲ ናተን ዶብ ከፊተን ስደተኛታት ሱዳን ክቕበላ ከለዋ ክሳብ ሕጂ ኣነ ዝፈልጦ ነገር እቲ ዶብ ነቶም ስደተኛታት ሱዳናውያን ክፉት ከም ዘየለ ማለት እዩ ገለ ኤርትራውያን ግን ከም ዝኣተው ይግለጽ ኣብቲቶም ኤርትራውያን ኣትዮም ዝበሃሉ ንፕሮፓጋንዳ ዝኣክል ዲ ወይስ ክሳብ ክንደይ ሓቅነቱ ኣይፈልጥን ካብቲ ሰነይ ነናብ ዝደለይዎ ነስመራኹን ኣብ ዓድታቶም ንኸዱ ነፃ ዕድል ከም ተዋህበ ይግለጽ ብኻልእ ሸነኽ ከኣኒ ብፍላይ ነቶም መንእሰያት ከኣኒ ክሕዝዎምን ኣብቲ ከሰልፍዎም ወይ ከምኡታት ዓይነት ተግባራት ኣለዉ ንበሃል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ኣፍልጦ ያዕኒ ከመይ እቲ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መግለፂኡ ክገልጽ እንከሎ ካብቲ ዝገርም ነገር ንሕና እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዶ ዝቴንዳታት ጌርካ ናይ ምንታይ ያዕኒ ምንሻው ብዘሎ ዓይነት ኣገባብ ክገልጽ እንከሎ በኣንጻሩ ንሕና ስኒ ኣብ ደገ ገዛና ክፉት ንኩሉ ሱዳናዊ ገለ ዝብል መግለፂ ሂቡ እንተዳ ዶብ ናትካ ቶታል ዓፂኻየ ኣለኻ ንኸይኣቱ ንኸይመፁ ከምተን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ብኸመይ ዓይነት ኢዳ እሞ ክመፅእ ሱዳኒ ዓላ ኣሳስ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ከፊትና ገዛና ክነእትዎም እዚ እውን ንባዕሉ ዓብዪ ሕቶ እዩ እስኪ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝቕሩብ እንታይ ክትብለና ትኽእል እቶም መንእሰያት ኣብ ሱዳን ዝኸዱ ብፍላይሲ ክሳብ ክንደይ እዩ ስርዓት ፅቡቅ ጌርና ስለንፈልጦ እሱ እውን ኤርትራውያን ብዙሓት ሱዳውያን ተመሲሎምን ክኣትው እዮም ናብ ለውጢ ምምፃእ ብደረጃ ተቃወምቲ ኩኑ ወላ ገለመታት እውን ዓብዪ ኣፍ ደገ ከፍት ስለ ዝኽእል እታ ቀንዲ ንዑ ተሳቂዮ ወይ ከዓ ንዶባት ክኸፍት ዘይፍቀደትሉ እሳ ምዃና ይድርዳእና ዓይ ብወገንካ ነዚታት ኣመልኪትካ እስቲ ቁሩብ ወል ከምቲ ዝበልካዮ ሓደ እቲ እቶም ኤርትራውያን ዝስደዱ ዘለው ገሊኦም ናብ ከሰላ ናብ ፖርት ሱዳን ናብ ገዳርፍ ናብ ገለ ኢሎም ዝኸዱ እዮም ማለት እዩ ገሊኦም ንኤርትራ ምምላስ ሓይሽ ካብ ኣብዚኣ ንውስ ንኤርትራና ንመለስ ኢሎም ዝተመልሱ እዮም ማለት እዩ ገሊኦም ግን እቶም ሱዳናውያን ኣብ ከሰላ ዝፀንሑ ኣብኡ ከለዉ ኣሕልፎም ንተላተ ዓሽር እናበሉ እዮም ዘሕልፍዎም ነይሮም ማለት እዩ ኣይተውርድዎም ሒዝኩሞም ንተላተ ዓሽር ኪዱ እናበሉ ይሰድዎም ነይሮም ኢሳያስ ምስ ተቐበሎም ከምቲ ዝበሎ ነናቦቶኦም ኣይሰደዶምን ናይ መፃረዪ ቦታ ገይሩ የፃር ኣሎ ማለት እዩ ንፈልጦ ኢና ከዓ ባህርያቱ ማለት እዩ ንሱ ኣብኦም ተቃወሙ ክህሉ እዩ ነቲ ስርዓት ሓዲጉ ዝሃደመ ክህሉ እዩ ካልኣይ ከም ስደተኛታት ዶ ከም ዜጋታት ናይ ሱዳን ኮይኖም ኣብ ሱዳን ዝቕመጡ ዝፀንሑ ኤርትራ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ኣብኦም ክህልው ይኽእሉ እዮም እቲ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ስደተኛታት ተቐበል ምስ በልዎ እዚ ስደተኛ እዚ ንኸይምለስ ኢሉ እዩ ማለት እዩ እሱ እንድሕር ተመሊሱ ናቱ ባይታ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ግምታት እዩ ሳልሳይ ምስቶም ናይ ረድኤት ትካላት እውን ሽግር ኣለዎ እዩ ማለት እዩ እሶም ንነብሶም እዮም ዝበልዕዎ ተሰዓ ካብ ሚእቲ ካብቲ ዝረኽብዎ ሓገዝ ደይሳቶም እዮም ዝበልዕዎ ወዘተ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገገዛና ንቕበሎም ነቶም ሱዳናና ንሕና ዝበላዕናያ ቅጫ በልዑ ወዘተ ወዘተ ዝብል ስቂልካ ንሃልኪ ዝኸውን ዘረባታት ተዛሪቡ እቲ ዕላምኡ ግን ስደተኛታት ክቕበል ከምዘይ ደልዩ ኣርኢና ማዓስከራት ክገብር ከምዘይኮነ ማዓስከራት እንድሕር ገይሩ ዩኤን ገለመለ መፅኦም ኣብኡ መፃወቱ ክገብርዎ እዮም ገለመሌታት ዝብል ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ዝዛረበሉ ነገራት እሱ ስለዚ ኣብ ግምት ዘእቱ ዘሎ ንሱ ዶባቱሲ ኣይከፍትን እዩ ንስደተኛታት ዓቕሚ እውን የብሉን ብናቱ ሓይሊ ከዓ ስደተኛታት ከንብር ስደተኛታት ክቕልብ ብናቱ ዓቕሚ ከዓ ኣይኽእልን እዩ ንርእሱ ብናይ ግዳም ናይ ካብ ግዳም ዝለኣኽ ገንዘብ ዝኸይድ ስርዓት ብወርቂ ገለ ማዓድናት ረኺብካ ሸጥካ ዝኸይድ ስርዓት ካበይ ኣምፂኡ እሞ ንስደተኛታት ከዓ ከኣልን ከብልን ማለት እዩ ስለዘይደለየ እዩ ማለት እዩ ምዕፃው እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ምዕፃው ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ
بالنسبة للإريتريين طبعا بالنسبة للسودانيين هو كلام لزرادات في العيون، هو لأنه هو لا يريد أن يستقبل وليس لديه إمكانيات حتى يستقبل ويعول اللاجئين. أما بالنسبة للإريتريين طبعا الإريتريين عندما أصبح العيش في خرطوم صعب، إنه راحوا إلى كسلة، ومن كسلة أيضا البعض منهم رأى الأوضاع، فبدلا من هذه الأوضاع راح إلى إريتريا. والبعض منهم السودانيين أيضا عندما أجوا الإريتريين من مناطق مختلفة من السودان على طول فوتوهم لإريتريا. وفي إريتريا لم يفعل كما قال إن نحن نرحب وإحنا حنستقبلهم، وبالنسبة للسودانيين لا نحتاج إلى مخيمات لأنه بيوتنا هي فاتحة وبيوتنا تسعهم. هذا هو كلام للاستهلاك ليس له أي معنى. أما بالنسبة للإريتريين الذي أتوا لم يذهبوا إلى بيوتهم، المعلومات التي لدي فتح معسكرات للتحقيق موجودين في هذه المعسكرات، فمنهم بعد التحقيق من يمشي إلى الجيش يمشي، ومن يمشي إلى أماكن أخرى يمشي إلى أماكن أخرى. أيضا السبب الآخر هو لا يريد أن يفتح الحدود لأنه عنده مشاكل مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهذه المشاكل هذه هي منذ زمن بعيد. عندما أرادوا الإريتريين اللاجئين الذين كانوا في السودان لم يريد لا يريد أراد أن لا يدخلوا اللاجئين إلى إريتريا لأسباب هو تعنيه، لكن هو تحجج أنه مفوضية الأمم المتحدة أنه المبالغ التي ترسل للاجئين هي لا تعطيها للاجئين، تستفيد منها لنفسها، فبالتالي نحن لا نقبل هذه أعمال هذه المفوضية ولا المفوضية. فبالتالي ولكن هذه كلها هي أسباب فقط. والشيء الآخر هو واضح أنه إمكانياته لا تسمح له أن يستقبل لاجئين سودانيين ويعمل لهم معسكرات ويصرف عليهم في معسكرات. فقال هذا الكلام كله حتى لا يقول أنه نحن أبوابنا هي مغلقة لا تسمح بدخول اللاجئين. لا يريد أن يقول هذا الكلام، فتحجج بهذه المسائل كلها، تارة أنه البيوت مفتوحة لا نحتاج إلى مخيمات، وتارة أخرى أنه الإريتريين يدخل، يعني إذا كان هم إريتريين يمشوا إلى أماكن التي يريدونها، لكن بالعكس الواقع هو شيء آخر. الواقع هو معسكرات وتحقيق وتحري، وهذه هي الأوضاع اللي موجودة في إريتريا فيما يخص اللاجئين من السودان. هو خبتي زرسع كواها كان نتم زحز كأتو زفقدلهم كأن نايش الدش تورحي تفقد حنت صحفتي هبي سديدو مالتي سلازا أوشت شدش تورحي أتصاري زوسد سقوم تتاتكو هليو بتوسخ خبتهم زأتو زنبورو نسمرا مخان إرترا مخانهم مسفلتو هاديمهم نتيرام هاديمهم كملتو زفتنو زموت اللو زتشبرو اللو زتعوتو خالو نتيرام هاديمهم زتمرسون دحريت مالتي زي أونا بقمت كنتوا رسع يعني تينك. ففي أيضا معلومة وما كنت ذكرتها بالنسبة للناس اللي أتوا من مناطق مختلفة من السودان، فبالتالي عندما عرفوا أن وجهتهم هي إريتريا، في البعض منهم التي يعني ترك يعني من الشاحنات أو من المركبات التي كانت تنقله في أثناء الحركة تم النزول منها وراحوا إلى حال سبيلهم. والبقية التي دخلوا طبعا أعطوهم يعني وثيقة أو بطاقة لمدة 6 شهور، وهذا يعني أنه بعد 6 شهور ممكن ثاني يسحبوهم
يتم التحقيق معهم. فهذه هي الأوضاع اللي موجودة بالنسبة هذه هي صورة الأوضاع اللاجئين الأريتريين، سواء كان في السودان ولا أو اللي موجودين في داخل إريتريا، اللي ذهبوا إلى إريتريا. شكرا أستاذ جرماي، والشكر جزيل لك أستاذ منقسطاب أسمرو. أوكي، قصيلة أستاذ سيد. شكرا، السلام عليكم كلهم. منقسطاب حاونا هاب تعم يغنينا نتي عمغن أبتناي منطقنا نحن ذلو جيوبوليتيكات في حكاية كانكا كومون. شكرا مجموعة الحوار. قرماي ما الحمد لله السلام عليكم. أبتا بوتا خاتم الاسكالنا بلكالو كابزو أطيلة دماني ناي سودان شجر انتلاري هاجي مش ديشتا عدسات يا توالد مش ديشتا اندماني زتفلا لي ساقامات اللوا انت رأزو خوينا زي كم اب تقرأي نبري نختعمل تخيدو وي كم زحجي اب يوكرين نريو زلناس تي يونيتي ناي سودان سي كم يخويني سمعكا ننويح جزيل يهنت إلى نيرومم كتم معاقل failed state انترا خوينا لما do you think the unity of Sudan is at stake on top of that دما تيريها هم تزبلكها نتقولوا له دولس ننويح جزيل ننويح عمتات عند رولا كوستر بروبلم كونودو أي مثل كان. شكرا. أوكي. السودان طبعا هي دولة تحددها 6 دول، فإذا استمر الصراع أو المواجهة العسكرية لفترة طويلة، ما هو مسير السودان بالاختصار؟ حتى يا أو خلها من كساب زعبازي طبعا بزوح يزبها كسابون قلقلي كابتم تخاطاتلتي ويكا محللين سياسيين سي تي مدب أقدم كاز نبري السودان نبر بعته عينت كت مكال أفت مجمريا تعوتلو تي جنوب السودان في اللخيلو إلو حجي جنزوج إزمج الرشوسي ناب سلسة مكال مقانا تي قرب نبين خون تي جنوب نبين خون تي الشرق الماني نبينو درجان السودان سي أب سلسة نايم مكالا مدبات تحيزهم موزلو نعون من الفاز ويك نعون من الرجاتي بحال أقداسي تحط بزعبازخ أقربوه. هو أوكي ثانك يو سعيدنا يتحطه. هو زبها لازم قبل نوي حتحيزو زنبري مالتي حجي زي كونسي قبل نوي حتحيزو بزحاتنا يقدم محللين وين تخونوا السودان سي نعبر بعض خستيات كتم عقليا زبل زرباتات وي مجلسات يهبوا نيرهم يا مالتي. سلازي اتي possibility allo مالتي ግን ከዓ ኣብ 4 ተማቃቂሎም ፅቡቕ ናብራ ክነብሩ እዮም ሰላም ክነብሩ እዮም ወዘተ ኢልካ ከዓ ነቶም ፍንጫል ዝመርፁ ሸነኻት ፅቡቕ ምርጫ እዩ ትብለሎም ከዓ የለን ማለት እዩ። ንኣብነት ጅኑብ ሱዳን ምስ ተፈንጨለሲ ኣብ ውግእ ኣያት ኣብ መንጎ ሪክ ማቻርን ኣብ መንጎ መንሽሙ ሳልቫኪርን ዝተኻየደ ውግእ መዓት ሱዳናውያን እዮም ተመሊሶም ናብ ሱዳን ላጂኢን ኮይኖም ማለት እዩ። ከም ሱዳን ዝፃወር ሃገር የለን ማለት እዩ። ኣብ ሱዳን ሕጂ ናይ ሱርያውያን ኣለው፣ ፍልስጤም ኣለው፣ ኤርትራውያን ኣለው፣ ኢትዮጵያውያን ኣለው፣ ደቂ ቻድ ኣለው፣ ደቂ ደቡብ ኣለው፣ ደቡብ ሱዳን ሰምዓት ኣለው እዮም ዝበሃል ዘሎ ሕጂ። ስለዚ እታ ረብሓ ናይ ሱዳን ሲ ብሓድነት ሱዳን እንድሕሪ ቀፂላ እቲ ሽግሮም ናይ መንግስቲ ሕቶ እዩ። እቲ ዘመሓድር ኣካል እዮም ዝስእኑ ዘለዉ እምበር ከም ህዝቢ
كله ديمقراطيك فاليوس زفولت يوم مهورات يوم تتصاورت يوم بحبار كومبرومز خلص له نحن كوا زي إثيوبيا كوا نرأخ زي تصاور حزاب كله بحبار زقصل زلو السودان زيادة أنا أنت يبل ناي مقصال بحبار الدل زلوهم سوداناويان يوم يسمعوا يوم ولا تقبيلاتات وين تقبلهم ويوم مالسي أكلنا يتمنى بابرؤهم غيرهم وسيدهم ويوم ስለዚ ተሓድነት እዩ ዘዋፅኦም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ስለዚ ትምርጫ ነቲ ህዝቢ እንድሕር ተዋሂቡ ኣይመስለንን እቲ ህዛብ ከምኡታት ምርጫ ዝወስድ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ወተሃደራት መፂኦም ሰብ ከጥፍኡ ነናሓድሕዶም ከጥፍኡ ገለ እንድሕር ጀሚሮም ግን ምስ ከፍኦት ሰብ እቲ ዘይውሰድ ምርጫ ከማን ክወስዶ እዩ ማለት እዩ እተን ዝተፈልያ ኣውራጃታት ዋላ ሃገራት ሓደሽቲ ሃገራት ከዓ ብሰላም ከም ዘይነብራ ከዓ ክንፈልጥ ኣለዎን ንሳተን ውናተን ኤክስቴንሽን ክህልወን እዩ ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ ካልኦት ክስተያት ስለዚ እዚ ናይ ዘርኢ ነገር ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሰ ምፍንጫላት እንድሕር መፅዩ ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ዝብል ኣይመስለንን ኣነ ዋላ እዚ ብኢትዮጵያ ዝጀመረ ናይ ብሄር ዶ ናይ ገለና ኣልካ እንድሕር ንኢትዮጵያ ብብሄር ከፋፊልካያ ናቱ ፅልዋታት ኣብ በዓል ኤርትራ ክመፅ እዩ ሱዳን ክመፅ እዩ ኣብ ሶማል ክመፅ እዩ ኣብ ዓፋር ክኸይድ እዩ ስለዚ ክንደይ ሃገራት ኢኻ ክትምስርት ማለት እዩ ናይ ዘርኢ ሃገራት ስለዚ ንሕና እቲ ዘሎ ዶባት ብዓለም ተፈሊጡ ዘሎ ዶባት ተኸቢሩ ግን ኣብ ክልቲ ዶባት እቲ መሰላት ሓሊኻ ክትከይድ ከለኻ እቲ ተመራፂ ማለት እዩ እሱ ከዓ እዩ ናብ ምዕባልየ ናብ ሰላም ናብ ገለ ዘምርሕ እምበር በብዘርእኻ ሃገር ምምስራት እሞ ንድሕሪት ምምላስ እዩ ንድሕሪት ምምላስ እዩ ብከምኡ ኢና መፂና ቀደም በብዘርእና ሓደ ዘርኢ ወይ ካብ ሓደ ነገድ ዝተፈጠርና ነርና ድሓር ግን እናተሓዋወስና ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ በፂሕና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ታሪክ ንድሕሪት እንድሕሪ ክትመልሶ ፍቲንካ ናብ ዝኸበአ ተዘይኮይኑስ ናብ ዝፀበቐ ኣንፈት ኣይትኸይድን ኢኻ ዝብል ተረድኦ እዩ ዘለኒ طبعا هذا التحليل تحليل الانقسام من قبل المحللين موجود هذا التحليل منذ فترة أن السودان حينقسم إلى 4 دول أو دويلات ولكن هذه الدول أيضا حتى لو انقسمت هذا لا يضمن لها العيش في السلام ووئام والسبب هو ماثل أمامنا أن الجنوب انقسم لكن بعد انقسامه بعد عدة ليس بأعوام كثيرة حصلت معارك ما بين رياك مشار وسلفاكير كل تخندق وراء قبيلته فبالتالي إذا كانوا بالأمس يروا أنه بعد انقسامهم حيكون في سلام في الجنوب لم نرى السلام في الجنوب فبالتالي التقسيم ليس هو عامل للسلام السودانيين هو أكثر من أي شعوب في هذه المنطقة مؤهلين للعيش مع بعض المشكلة الوحيدة هي أنه من يدير هذا التنوع أو من يدير السودانيين هم الذين يعملون هذه المشاكل أما إذا خير الشعب ما بين الانقسام والوحدة هو بالتأكيد دائما هو مع الوحدة وحتى هو يعني تقسيماته وقبائله ومكوناته المختلفة في انصهار وفي تآلف فيما بينهم فقط من يقود السودان هو من يتسبب في هذه المشاكل من يسبب مشاكل في الشعب السوداني فأنا في رأيي التقسيم لا يضمن السلام ولا الاستغلال بل بالعكس فهذا هو رأيي والسودانيين قادرين العيش في الوحدة وهم يعني يتمتعون بممارسات ديمقراطية وقبول الآخر
كل هذه المسائل يتميزون بها السودانيين، فبالتالي وهذه هي عوامل وحدة وليس عوامل، وهذه تشجع للوحدة وليس للتقسيم. اوكي استاذ منقست اب طبعا نتي بدرجه نتي حزبي وكم سوداناويان كربحهم زقل ابو تمركز كاخاتي مغلصي قرب انتاي كبل دل انتي عبي صقم اتن عبيتي حيالان هاجرات زبهلا نربحتاتن كبلا نسن زفطرهم اقلقلتن والقطقم زقدسهم كابتنا حزب يكون نايتا هاجر تغمي نعاتهم تتقيما ابتي من مقال ناي السودان زيادة خربحة زخلالو من قدي سلز الرأيين ناي السودان من مقال دليع حجي بتي حزباوي شنخ ندربحة ناي السودان ممكن ناي جنوب السودان زسعبو جنوب السودان بعلو استقرار غيرهم سلام كنبرو زيم قالهم ولا حجون كفتر المقالون تماسا سالينتون قالوا كساقيهم دا أمبري سلاماون قسون هيوت كنبرو خمزي كله زبالكايو أبطو خوينو جن بتوم سبر بحا حيالان هاجرات نساتهم زقبرو زلو وددرات بفلاي أبزناي السودان حجي نبعلو ناي سعودية ديو إمارات ديو ناي سوفيت ديو ناي تشاينا ناي كالوت مخلاتهم ناي أمريكا أوروبا قلملتات مقوياي زرائيل زلو تناي مصالح وددرات زقبر زلو نتتقمتاتهم كبلو من مقاقال ناي السودان كسعبو زقبرو تعرتات مسو أمازازين كامبر قداي كميتريو صبوق أمينو أنا بنصاري زريو مالتي تن حيالات منقستات زدليان هاجرات عبيت هاجرات بزو حزبي زلو هاجرات إداقا خخون زخيل هاجرات يوم زدلين بر قرص راس هاجرات أيكونون زدليو نساتهم نربحهم يوم تسرحوا ስለዚ ኣሜሪካን ኣብ ዞና ዝኽትመጽእ ኻላ ንቻይና ከተውፅእ እያ እምበር ነተን ሃገራት ክትበታትን ኣይኮነትን ትመጽእ ዘላ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነዞም ሃገራት ንኢትዮጵያ ሕጂ ወያነ ኣብ ደብረ ብርሃን ምስ በፅሐ ጠጠው ኣቢላቶ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ስለዚ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ዕብይ ዝበለ ሃገር ከም ኢትዮጵያ ሃልዩ إذا هاجر زي كاب تشاينا يوتس يلقحوهم الله بعلى أبي خا كخفلو أي كلين يوم نتعدى مالتي تحرط أطراي نسا أمريكا بتحرط أطراي زلقحوهم جنزب مليسهم الله already بتي إنترست زخفلو أطراي يملسوا يوم تزلقحوه تي لقاحلهم ذهبوا خا توسخ جنزب تقميت الله مالتي خمسة حدا معلتي حجي وسخنا لقاحبنا تشجرنا مسبلوم لا إلمو نبعل أبي لا إلمو مسلمنتاي لا زبولو لهم أب زخف إخونتات كودقوم حدا إتي structural readjustment زبها البروغرام اللي مالتي إذن ينا أبنت تي ناتكا جنزب devaluate جورو نحنا ኢንቨስት ክንገብር ነፃና ኢንቨስትመንት ክህልወና ኣፍቅደልና ይብሉኻ ማለት ገለ ንስኻ ዝወነንካዮም ትካላት ከዓ ዕዳኻ ክሳዕ ትኸፍል ንሕና ነዚ ትካላት እዚ ከነመሓድር ይብሉ ንኣብነት ቻይና ሕጂ ካብ ሞዛምቢክ ከምኡ ጌራ ወደብ ወሲዳ ኣላ ካብ ሩዋንዳ ድዮ ካብ መን ኣይፈልጥን ኤርፖርት ወሲዶም ኣለዎ ማለት እዩ ዕድኦም ክኸፍሉ ስለ ዘይክእሉ ባዕሎም እዮም መሓድርዎ ክሳዕ ዕድኦም ዝወስዱ ማለት እዩ بخمزي جيرام تهزبي خمز مزوام زدلين براب قرصلات عدتات ندحري مقيلمونه تهزبي قرب حلو اي خؤلون يوم مالك سلازي انا اي مثلا كيدوم خموز امثله من مقاقالات كم بوليسي زدقفو
ጥራይቲ ኣብኡ ዝመፅእ ስርዓት ንዕኦም ዘገልግል ንኢንቨስትመንቶም ነፃ ዝገድፍ መሳርያ ካብኦም ዝገዝእ ገለ እንድሕር ኮይኑ ዝዓበየ ክስታይ ክኸውን ከሎ እዩ ዘገድሶም ማለት ኣቑሑቶም ከዓ ይሰዱ እንድሕር ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ኣቑሑት ይሰዱ ዕዳጋ ይረኽቡ መክሰብ ይረኽቡ ስለዚ ኣነ ብኣንጻር እየ ዝሓስብ ኣብ ንኢትዮጵያ ክትብተን ኣይደልይዋን እዮም ንሶም ዋላ ሱዳን ከማን ክትብተን ኣይደልይዋን እዮም ግን ኣብ ሱዳን ዝመፅእ መንግስቲ ንዕኦም ዘገልግል ንቻይና ከዓ ዘየገልግል ክኸውን ይደልዩ ብከምዚ እቲ ውድድር ዝኸይድ ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ثانك يو تفضل قرماي اوكي انا ارى بالعكس ان الدول الكبيره تحتاج الى موارد والى سوق والموارد والسوق طبعا يجب ان تكون هناك ارض جغرافيه كبيره وشعب كبير حتى تضمن فيه يعني تسوق فيه منتجاتك ولكن ما يهمهم هو انه من يحكم هذه البلد الذي يحكم هذا البلد يجب ان يكون ولاؤه ويقبل بالشروط الذي انت تقدمها له ومن ضمن الشروط ان لا يكونوا هنالك مستثمرين آخرين إذا كان هي الصين الذي تستثمر تريد أن لا تكون أمريكا بجانبها فهذا هو اللي بيهمها الشيء الثاني أنه هم بيعطوا بالذات الصينيين بيعطوا القروض الغير ميسرة أو ميسرة لهذه الدول وعندما تصل إلى درجة التي لا تدفعها يعني ما ممكن يستعيدوا أموالهم من دول ممزقة ودول صغيرة بل بالعكس أن تكون الدولة موجودة فبالتالي يأخذوا منها الشركات الكبيرة إذا كان عندهم شركة اتصالات ولا شركة طيران مثل ما عملوه في موزمبيق وفي رواندا يأخذوا مطارات يأخذوا مواني حتى أن يسددوا ديونهم وهذه الديون لا يمكن أن تسددها دولة صغيرة بل إنما الدولة يجب أن تكون كبيرة فبالتالي أن يضمنوا الاستثمار وأن يضمنوا السوق وأن يضمنوا الموارد التي تخدم مصانعهم هذه الدول تحتاج إلى أن تكون الدولة متماسكة وموجودة كبيرة ما لا تقبله هو أن لا تكون هنالك حكومة لا تطيع أوامرها أو لا تقوم بالاستثمارات أو تكون عائق للاستثمارات وعائق لمنتجاتها حتى تسوق في هذا المكان هذا هو الذي هم وهذا ما رأيناه الأمريكان لا يريدون إثيوبيا أن تتمزق حتى عندما وصلوا التجراي إلى تخوم أديس أبابا أو قريبا من أديس أبابا أو أوقفوهم لأنه هذا يؤدي إلى تمزيق الدولة وفي تمزيق الدولة وفي انقسام الدولة هم ليس لديهم مصالح فبالتالي هو العكس هو صريح هم لا يريدون أن تنقسم هذه الدول ولكن يريدون أن تكون هناك سلطة حاكمة يعني تطيع لأوامرهم ولا تكون عائق لاستثماراتهم ولا تكون عائق لأخذ المواد الطبيعية التي تتوفر في هذه البلاد سواء كانت الذهب ولا اليورانيوم ولا الأشياء الأخرى فهذا هو رأيي أنا هذه الدول هي مع وحدة ليس من أجل أن تتوحد هذه الدول وتكون قوية لكن أن تتوحد حتى يضمنوا سوقهم ويضمنوا ويكون لهم استثمارات في هذا المال ما لا يريدونه هو أن لا يكونوا منافسين لهم في هذه الدولة أو تلك الدولة شكرا أستاذ قرماي شكرا أستاذ منقستاب أوكي دانيال اسكي عدل كنبون أستاذ إبراهيم قبيل عن ثبئي حفابيلني وقد كاتمني كنا دحان كتحلفنا تخيلي خامنا أوكي حتى حنصاب سلازة حتى قلع الدليل ركب الله اوكي استاذ ابراهيم طيب تفضل استاذ اولا من الاشوار لهذه الندوه الجميله
السرد الموضوعي والتقييم الصوت شوي بعيد يا أستاذ إبراهيم لو تقرب عند المايك. أنا أتكلم بسماعات. أنا ما قاعد أسمعه كويس. ما قاعد نسمعك، لو تقيل السماعة ولا شيء جرب. الحقيقة أنا أشكر منبر الحوار استضافة الأستاذ القساب، وحديثه كان موضوع جدا وتقييم جميل وسرد الأحداث بشكل موضوعي بعيد عن نظريات المؤامرة، وخاصة كلامه الأخير حول السودان، وحدة السودان ومثلا الدخول في نظريات المؤامرة، وكلامه كان مريح جدا يعني لأي واحد متابع، ودايما يؤكد أنه عنده أفق واسع، لا يتأثر بالتحليلات الغير موضوعية اللي تمشي من نظريات المؤامرة. الحقيقة يعني أنا طلبت الحديث بهذه الروح، وأشيد بالأسلوب اللي تقدم به الأستاذ من القساب، وده كلام جميل جدا، كلام إنسان مسؤول قيادي. يا ريت يعني ندوات زي دي من أمثال الأستاذ من القساب دائما تتاح لها الفرصة عشان تدلي آراءها حول مزيد حول القضايا الأوروبية وغيرها. ما عاوز أنا أطيل الحديث ولا عندي أسئلة، لأنه يمكن في تقارب في الرؤى حول الأحداث، وبالتالي يعني كل ما حبيت أنه أشيد بهذا العمل بالسرد الموضوعي وبالرؤية الواسعة الأفق الأستاذ القساب، وشكرا لمنبر الحوار. شكرا إبراهيم. يا حطوا عليكم انقل هو دحري تردي له يعني امين جابر دحري بيانات عشان مو دخل نقبر هيك ديبلنا بريك مالتك ولا بريك ولا ما سبوين يلا ايدو ستاي دبله بزح دانيال يدبر دانيال ابرهدي وقال حفا بيلونيرو ابره خالي علونيرو ابره دانيال قنا قاتامي وصيلو يلن شموري اللهم اوكي دانيال بيني امينه 3 ساعات اخيلن هو مسكين ترجم سي درجاتي دومجيناس لجمرنا ساعات فرقان يوم وسيدهم سلازي عدل انتلو اداوم حافظ بلو قرب خنصنح مخالنا تدي كوينو قلنا كستاي قبر كاشن كنقبر مخالينا والحمد اداوم بزح يلون سلازي ابتي دردش انا اتو رئيتون اتو بخصوص بستايل ورئيتوتات فقودي يعني حطو يكوننا نحجي مخنياتو تناي سلسة دايسي رئيتو خطعرو تقوليهم رئيتو زلون تدعلو في مجال مفتوح إن شاء الله. تفضل دانيال. Thank you أمينة. أنا تلت حطوا لأني أفتح عنتوي أمينة سيد دحاتة perfect حطوا على أورو بريست جبرا. لمن تاي تي كم تدبل كايو توجد بزحات they are بزحات عدتات أب ستيك هاللون أب زوج كم تدبل كايو. Iti na American interest, of course, iti Sudan failed state كتكون من الباش أيضاً يكون جن ni China na iti China interest كستايك جابريلو نزي أنا السودان كنا تاتا كنت أسيد تبلاسني أو وجد اللوت إلاما نمنتاي السودان أب السودان حجي أمريكا in the West بزح ربحة أيرفون يمدلو China جن أب أفريقيا اتي بس هاي expansion دلوا اتي جمر كاب سوداني so
ነዚ ጉዳይ ስኒ ኣበርቲዕና ክንሪኦ ግባኣና ምክንያቱ እቲ ከምቲ ኣንተ ይድበልናዮ ሱዳን ፌል ስቴት እንድሕር ኮይና እቲ ፅልዋታት ናባና ከም ዝመፅእ ሓቢርካና ነርካ ሓቅነት ኣለዎ ሕጂ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ስኒ እንታይ ክንገብር ኣለና ከመይ ጌርና ክንፅወት ኣለና ዋትሶፍ እንታይ ክንገብር ግባኣና because ናኡ መገዲ ክኸይድ ኣኽእሎ ኣሎ የብሉን የለን ኣይኖ ብሓንሳብ ሓንቲ ስቴት ኮይና እዮም ንዓቶም በቲ ጥዕሞም ገብሩ እዮም ኢልና ክንሪኦ I think ብጣዕሚ ብትሕድ ኮና ሓሳብ ንሪኦ ኣለና ኢለ ይግምት እቲ ሓንቲ ካልእ ሕቶ ክሓትት ደሊ ሕጂ ነዚ ኩሉ ደሳስን ደሎ ንፈልጦ ኣለና ኢሳያስ እዩ ወላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወላ እዚ ናይ ሱዳን ወላ ምስ ኢጅፕት ኮንካ እቲ ኩሉ ዝገብርሎ እሱ እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝግበር ደሎ ኣብ መወዳእታ ንዓና ዶ ጠንቂ ኣምፃልና እቲ ዝዓበይ ጠንቂ ኣባና ዱ ዝወርድ especially ሕጂ ዝግበር ደሎ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ እዚ ስርዓት ናይ ትግራይ ምትሕውዋስ መወዳእታ ናባና ዶ ክመፅእ ጠንቂ እንድሕር ከምኡ እወ እንድሕር ኮይኑ እቲ መልሲ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ስኒ ኣብ ደገ ኮይና ዲያስፖራ መንግስቲ ጌርካ እቲ ደሎ ዲፕሎማሲ ከምቲ ዓንቶ ይድበልካዮ እቲኦም ዌስተርንስ they looking leaders ስለዚ ንሕናስ ከም ደለይቲ ፍትሕስ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ምድላውስን እንታይ ከመይ ክንዳለው ኣለና thank you okay دانيال thank you እታ ናይ ሱዳን ገና ኣብኣያ ዘለኹ ርእይቶ ያኒ ንኣሜሪካውያን ዘገድሶም ኣብ ሱዳን ምምቕቓል ናይ ሱዳን ዘይኮነስ ግን ንሶም ዝቋፃፅርዋ ንሶም ዝረብሑላ ሱዳን ክትከውን እዮም ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ትቐንዲ ናብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ መምፅኦም ሕጂ ንቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ንምድኻም እዩ ማለት እዩ እናስፋሕፍሐት ከይዳ ንኩሉ ዕዳጋታት ተቋፃፂራቶላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዕንቲ ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ሱዳን እንድሕር ኮንካ ኣብ ግዜ ትራምፕ ትዝክር ኢኻ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ግድብ ገለመለ ምስ ተላዕለ ንሲሲ እንታይ ኢልዎ ኣነ ተዝኸውን መራሒ ናይ ግብፂ ሲ ነዚ ግድብ ኣይመፅናሕክዎን ነይረ ቀደም ዕንዮም ኣለኹ እዩ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ሕጂ ንሱዳን ኣሜሪካ ሲ ኣብ ሱዳን ሲ ናይ ምምቕቓል መደብ ኣለዋ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ዝኾኑ ከዓ ኣብቲ ሓባራዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣይፈላለዩን እዮም ውሽጦም ነቲ መሪሕነት ዘምፅኦም ነገራት እዮም ዝፈላለዩ እምበር ኣብ ረብሓታት ኣሜሪካ ምርግጋፅ ኣብ ደገ ኣይፈላለዩን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣይደልን እዮም ካልኣይ ምስ እስራኤል ኣተዓሪቆምዋ ኸማን ንሱዳን እንድሕር ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሱዳን ሽግር ናይ መንሽሙ ናይ በሺር እዩ ነይሩ ማለት ናይ በሺር መንግስቲ እምበር ኣይግድሾም እዩ ካልእ ብርሃን ዲመፅዩ ገለ ዲመፅዩ ኣይግድሾም እዩ እንድሕሪ ፀጥኦም ቀይሕ ባሕሪ ብሰላም ሓሊሎም ነታቶም ረብሓ ኣረጋጊፁ ኣይግድሾም እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ፀቕጥታት ዝገብሩ ዝነበሩ እቲ ወተሃደርን እቲ ቅዋት ተሕሪር ናይ ለውጢ ሓይልታት ዝበሃሉ ሲቪላዊ ፓርቲታትን ሓቢሮም ክሰርሑ ዋላቶም ወተሃደራት ንግዚኡ ክመርሕዎ ኣሜሪካ ተቐቢሎም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ምክንያቱ ዘገድሶም ንዕኦም ፀጥታ ኣብቲ ቦታ እቲ ክህሉ እዩ ትምብትታን እዮም ዘይደልይዎ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሱዳን ብዝምልከት ኣነ ኣይመስለንን ናይ ምምቃል ንሱዳን ድልየት ዘለዎም ኣይመስለንን ድሓር ሱዳን ከዓ ምስ ግብፂ ሓቢራ ትሰርሐ ማለት እዩ ግብፂ እውን ኣይትቕበሎን እያ እቲ ሱዳን ክመቓቐልሲ ግብፂ እውን ትቕበሎ ፖሊሲ ኮይኑስ ኣይስማዓንን እዩ ንዓይ ማለት እዩ
اتخالأي بزعبة إساس انتي نيرة انتي كجبريات بالنيرة نتي ጉዳይ ኢሳያስ ሳስነው ደሎ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ አሞዳታስኒ እዚ ሕጂ ድግበር ደሎ እንታሽሙ መንግስት ኢትዮጵያን መንግስት ስርዓት ናይ ትግራይ በሐንሳብ ወሓድ አሞዳታ ሁሉ ናብ ኤርትራ ደወርዲ ካተገመት ወል أنا إساس بزح عقمة هالليون كل تبتي زوناتات زخيد كستات نسيو زت أمازوزو زبريتو بالليل معلش نسون تايو حنت شجر كتركب كلا نتا شجر تي أتتقيبو خمي جيرو نسلطانو زنا وإحنا قرات يوسد كمي جيرو تمحازيو عندما سلطانو يناوح زيايو زخيل مبار أب جزء من الزنا وندحر إناسي كاب كل عالم نتسيلوان يري من الزنا خاب أفريقيا نتسيلو خاب أمريكا خاب جاليا نتسيلو وزت مالك حجي مس أبي من ساعتها قرب تنفاس رخيبو مس عالم كراخب مس عال سعودية مس عمارات مس جاليا خم على جميرو مالك سلازم نسي كون أنت زوارا نايتي زونا نيرو أنا بنصارو أمريكاويان يوم زمرحو ونت زونا بسفي حاكا خدا نابنت أب إثيوبيا درج خلو نا أمريكا زقد سم نفرت درج مودعي مخنياتو سوشياليستيوم السوفيت يونيون وزت مالك سلازي أبتاخو نتاتيتيا شعبيان ويانين كحيلو غيرمو مالك زخونه شجر يحلوهم مسؤون بزي قدس نعوم كحيلهم صعيرهم جبهة نعوم كم زي تقلقل سلازي فلتو نجبهة خداخموها بعال سعودية وافيرهم كالوت حيلتات ونا وافيرهم ويانين شعبيان كوينهم نجبهة خمس حرموها تغير جبهة مسوصت معصو خفيتهم أوروباويان يخونوا أمريكاويان تي تقادلاي كيملس نميدا معصو خفيتهم سدت تقبلوا مو مالك كومو خفيتهم مو يفلتن يوم معصو مزي أجرم إساسن ويانين تعويتهم زأتوا لاخناتات فتيرهم مالك دحرنا كدقفون صنيحم وياني خاص أقاماويان مخانهم يفلت يوم أمريكا يرسعون يومزي تا ريفولوشناري ديموكراسي قال مالك تبل اللاتهم مالك سلازي أب وشت إثيوبيا نايتمن إسي تقاوموا أنصار هو دق مس جمرة نو يانا خلق سوا وسينهم مالك نو على أبي متسمو ويانا القسم أبي متسمو مالك أبي يقلقلنا يلوم شليموم أبي خامس كله بسلام كنبريه قال نبريه وشتي تقاوم كله خاطلو قال مليتات يلو بقى ليبرال نساتهم زلي وشرحتات شريحو تا سلطان ديبوا مالك حج خالق دليل لو ونسوخ مرح كم زي خيل فلوتي سلاز خالق سبك دليل يوم سلازني أمريكا بوليسيسي نسمع رحقهم يوم زريو أي هو خون يوم ما أصلا حدا حيل يركبلو من ما أن كسع ما أسيت قوملو وزو كله أصنعهم يوم زخدو مالتي سلازي إساس دي كونسي نسوم يوم زمرحو نتي زونا خيدهم كيدهم مالتي بخالق شانا خز كله سبح جينوسايد بالمالتي أمريكا ندحر زي دا اليوم بجينوسايد زخص السب يلنا تزونات خدفلت أمريكان دحر اليوم واقن صح حدا تلاقيمو توسيدو أبتا بيت فرد يقرب مالك سلازم نسوم يوم وسنتي مودعتا خيتكا نتي قبر خبعل زلو والثاني دوسنو نساتهم يوم زبل تردئي زلنا أنا مالتي سلازي أعميقنا انترعنا حيشنا بعل إساس خاب أمريكان العلا حيلو خنزلوهم نتزونا خقلابطو خنزخلو قال ملا جرنا
عين رأيهم توددرنا أمريكا مس بع تشاينا مس بع روسيا مس بع إنديا مس بع زيهم بريكس زبحلو ينبر مس بع إساياس يكونن زوادادرون مبالي مالتي ثانك يو اوكي قلت انا تغلى بلنتاش مستيقظ بلنيت كنت قربتن كسايسن يربزح ستايس معكون قن ما يهم أمريكا في السودان هو ليس تفتيت السودان بل إنما السودان يدور في فلك أمريكا. لماذا؟ لأنه ممكن هذا نقدر أن نقرأه في سياق معين. لماذا لو كانوا الأمريكان يريدون أن تقسيم السودان، لماذا كانوا يسعوا لتطبيع علاقة تطبيع السودان مع إسرائيل حليفتهم؟ فما ممكن يعني أن نرى في هذه المسألة بجانب عاوزين يريدون أن تقسيم السودان إلى دويلات، ومن جانب آخر يريدون التطبيع مع حليفتهم إسرائيل. فهذا يعني أنا في نظري أنه لا يريدون السودان أن يكون أكثر من دولة، بل إنما يريدون السودان أنه نظام يكون حليف لهم، نظام يكون يدور في فلكهم، نظام يكون يعني يراعي على مصالحهم هم فقط. إذا رأينا هذه المسائل كلها هم فقط كان عندهم مشكلة مع نظام البشير وليس مع السودان، لأنه البشير وأنظمته وأمثاله كانوا يقولون أنهم أنظمة ممانعة، أي أنظمة معادية، أي أنظمة مقاومة للمصالح الأمريكية وللمصالح إسرائيل. فبالتالي كانوا يريدون إزالة هذا النظام. فكل الجرائم أو الذي كانوا يطلبونه في أن يحكم في المحكمة الدولية، كل هذا هو اللي كانوا يستهدف النظام وليس السودان. أما أنا لا أميل إلى فكرة أن إساياس هو قادر أن يفعل كل المشاكل في هذه المنطقة. لا، هذا أنا في نظري غير صحيح. إساياس لو رأينا في فترة زيناوي كان معزول وكان موجود في زاوية جدا، لو كان يقدر أن يفعل كل شيء كان خرج من العزلة التي كان يعيشها. لكن أنا أعترف أن إساياس إذا كان وجد سانحة يعني تطول عمر نظامه وبالتالي عمره، فيقوم يستفيد من هذه السانحة. هو قادر أن يفعل هذه الأشياء ومتمرس في هذه الأشياء. ممكن أقول هذا، لكن أنه هو يعني هو الذي يحرك المنطقة وهو الذي يعمل كل هذه المشاكل في هذه المنطقة، هذا أنا لا أستبعد هذه المسألة. حتى إذا أردنا أن نتوسع أكثر، يعني لماذا ظهروا إساياس وزيناوي في فترة التي كان فيها منغستو حاكم إثيوبيا؟ لأنه حاكم منغستو كان يعني يعني يدور في فلك السوفيت، أي كان من الكتلة الاشتراكية، فبالتالي كانوا يريدون أن يزيلونه بأي ثمن. فبالتالي تعاملوا مع هذه الاتجاهات، حتى لو إن كان بعد هذه الاتجاهات لو رأينا نظرية اللي كانوا يعملون بها زيناوي كانت نظرية يعني لا تتماشى مع الأمريكان، لكن كانوا بيروا أنه طالما هم يستفيدوا منه في إزالة النظام الاشتراكي الكبير في إثيوبيا اللي هو علاقته بالسوفييت التي هي أيضا كانوا في حرب باردة مع السوفييت، فبالتالي تعاملوا مع هذه الاتجاهات وفقا لمعرفتهم. فعندما رأوا منغستو هو عائق، فرأوا من القوة الذي تكون مخلب قط للأمريكان، ويعني تخوض معركتهم مع الاتجاه الذي يريدون أن يزيلوا له. فبالتالي
رأوا في الجبهة يعني ممانعة لهذه المسألة، لا تنسع في هذه القضية وماخذ قرارا في أياديها، فبالتالي اتجهوا لهذه القوتين، قوة إيساياس وقوة زيناو، وبالتالي قاموا بإزالة الجبهة ثم إزالة منغستو. هنا طبعا حتى لو رأينا أنه بعد ما دخلت الجبهة إلى الأراضي السودانية، يعني فتحوا أبوابهم لأخذ كل القوة الفاعلة للجبهة، سواء كان من كوادر باتجاهاتها المختلفة، سواء كانت الكوادر السياسية والكوادر العسكرية. فبالتالي هذه هي طريقة الأمريكان ومن هنا أنا عايز أسأل إنه أمريكا هي الفاعلة في هذه المنطقة، ولكن تلعب بدميات مختلفة تحركها كما تشاء. أيضا لم ينسوا الأمريكان، لأنهم يعني عندهم تفكير يعني باع طويل، لم ينسوا إنه الخط الذي يمشي فيه ويانا تجراي بقيادة مجلس زيناوي وفكرتهم الثورية وفكرتهم التقدمية، فبالتالي كانوا يتربصوا عندما أتت السانحة إنه في عدم قبول للويانة في إثيوبيا وفي انتفاضة شعبية، فهم وقفوا في هذا الاتجاه، وظهر أبي باعتباره أنه هو اتجاه ليبرالي، فبالتالي تعاملوا معه في إزالة النظام، ثم تم تلميعه، ثم إعطاء جائزة نوبل، وكل هذه المسائل هو عشان يخدم مصالحهم. لكن أيضا هو ظهر بمظهر آخر، أو أصبح بإنسان لا ممكن يقوم بهذه الأدوار بالشكل المطلوب، لا يرجع لإمكانياته أو لتوجهاته، فبالتالي أصبحوا أيضا بيفتشوا في اتجاهات أخرى تخدم مصالحهم. فاللاعب الكبير في المنطقة وفي كل المنطقة هو حتى هذه اللحظة هم الأمريكان. البقية هي دمية تحركها الأمريكان متى ما رأت فيها إمكانية تحريكها، ومن لم يتحرك يتم إزالته. وهذه هي الطريقة التي يعملون بها. أنا أرى المشهد السياسي في المنطقة بهذه أقرأها بهذه الطريقة. نيش تاخذ السخال كابزيا أبي مس سنعي سلام مس فرمو إساسن أبين كوينم سومال حويسم إيجاد كسرحو جبوتن سودانن زي بالله إيجاد كقومو ندي تعرتات كيدهم يوم مالش قنا يتعوت له حجي تمليسو أبتاز نصقا إيجاد أبال كخون طلب أقربو أبال أخا إنه تقبل إنه ترخيبو مالش أبتا جبوتن سودانن زلوا إيجاد تمليسو مالش ስለዚህ ንሱ ይዝውሮ ነይሩ እንተዝኸው እነዞና እዚ ነዛ ኢጋድ እዚ ኣስብ ሶማልን በትንሱ ዝደልያ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከመቆማ ነይሩ ማለት أريد أن أضيف نقطة واحدة. كمون جرماي حنتي أقداسيت نتبذكرا نيرو نساخ أبزعبا تناي جونوسايد بزوح تزرو اللونجلن أمريكا تناي جونوسايد تجاري زبل عقبتها اللي وقت في التسمون تدليا كي وعلت كي حضرت كسابون ماني فتسيمو إلى أفردغ تقرب والحن تقمي بالله تدي دليا توقع أزقود دايز ترسعوخنا بالمقام زي أو نذكرواني رفتي. أوكي تبقى. Yeah. أيضا يعني طبعا دائما الأمريكان يعني يوسموك بشيء معين، فبالتالي مسألة إنه الإبادة الجماعية والإبادة التي حصلت هذه لو كانوا أرادوا ممكن كانوا حيرفعوا هذه المسألة، وممكن كانوا حيدينوا
اتجاهات بعينها وتقديمها للمحاكم الدولية، لكن هذه هي كلها يعني عسى يستخدمونها عند اللزوم، فرأوا أنه غير ليس لديها لزوم لاستخدامها في هذه الفترة فتجاهلوها. النقطة الأخيرة الذي أضافها المناضل منغستاف أسمروم هو إنه عدم يعني ليس يعني عدم تضخيم قدرة إيساياس إنه هو يقدر يفعل كل شيء في هذه المنطقة. فلو عدنا بعد اتفاقية السلام في 2018 كانوا يريدون إيساياس وأبي أحمد وفرماجو صومال في ذلك الوقت أن يستحوذوا بسلطة عليا في منظمة الإيجاد بإبعاد السودان وجيبوتي، ولكن هذا لم يقدروا، فكل محاولاتهم باءت بالفشل. لو كانت عندهم مقدرة لكانوا فعلوا. فبالتالي رجع إيساياس إلى منظمة الإيجاد الذي خرج منها وكان يعني مركون في زاوية وعاد وطلب أن يكون جزء منها أي الإيجاد المتكاملة بما فيها جيبوتي والسودان والدول الأخرى، لأنه وهذا إن دل يدل يعني ممكن هو يخطط لكن ليس لديه ذلك المقدرة لتنفيذ مخططاته. وهذه هي أيضا أحد الدلائل الذي ممكن تشير إلى عدم إمكانياته الذي تفتكر بعض الناس إنه هو يقدر يعمل كل شيء الذي يريد أن يعمله. فهو هذا أيضا أحد الأشياء الذي فشل فيها منظمة الإيجاد الذي كان عاوز يعملها من 3 دول ولا 4 دول ويستبعد منها الدول التي لا يريدها، لكن لم يتمكن، بالعكس عاد متسول إلى نفس المنظمة الذي خرج منها وعاد إليها وهو ساغر. شكرا أستاذ منغستاف وكذلك أستاذ جرماي. نقر من قدي بأقاطامي ذكري 32 معلتي نتصنت إرترا نزمت سومون قاشانا خوينو مسانا نخمسي دكتور نقاش عثمان أبومبر فتسام بيت صحفة إرترا هقراو بايتو نخونتاتنا إرترا بحفشة ناي تقاومو دنبون عملكيتو مسانا خمسة مقانو كحبركم ندلي مالتيو قد كلت داود حافلو دلو نخلتي عدل كوبومي رئيتو دي ويحطو زلون كأرو كاو جن اتي ناي لايف ويكاني تنايلون بروغرامنا نعطينا قد جن افتي لمود ناي open mic discussion كنقبرينا مالتيو. اوكي حاو حيلي ولدو هايلي سامعني لكم الله خدم هو تسمع الله مرحبا كما لكم بقدام الناس بزح اي اتوني خم قال منغس اسمرهم يتفتلوا مسيه لكم مسلمين كما لكم بقول لكم ما ناخذ لهم فالتن زين فالتن دنبي لي اتي منغسا بنزي اما كان شاف بحال صالحين قرب تمسك وصلوا فتره لي أما أنت كم حتى تقربائي عصرت حمشت عامة تقبرتي هذا سبب الزنابرو عدي وقع فينا تقدر فيه دليل كان لقو يبلغ نما يقربني سلزقاني كابد الله حبري فاتا بكرة يدلين أجيب لأن تكاتلوا ذلكم ويجي خيز الله إنت حدش الله أتيت أسمر حد نقدر خشين الله للي السخاء سمن إثيوبيا كاب إثيوبيا تنزلوا مبرع السودان
ካብ ሱዳን ተመፂሉ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ዝሓወሰ ሓደ ዕብይ ዝበለ ሃገር ናይ ምስራሕ መደብ ዘሎ መሰል ኣሎ እሞ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ እንተልዩካ ወይ ተዘይብልካ ከዓ ክትግደሰሉ መባቃልበካ ክትእትዎ ወይ ክነግረካ ደልየ የብለኒ ገለገለ ሕቶታት ምስ ሓተትክዎ ብዙሕ ክኸይድ ኣይደለየን ዓቕሙ እውን ኣይነበሮም ኮይኑ ዘኽይድ ጥራሕ እንታይ እዮም ዝብሉ እንታይ ኢላ የብልዋ ሰበይትስ ዝነዓካዮ ጥንስ ኢላ እሞ ሕጅስ ምዝ ዝኸይድ ዘሎ ዛሕማ ኣብዚ ከባቢና እሞ ኣንቶ ዳንኤል ውድትንክፍ ኣቢልዋ ነይሩ ኣብ ኩሉ ከዓ ዳርጋ ርእሲ ኮይኑ ዝወፅእ ዘሎ ሸናዕ ዝብል ዘሎ ኣቶ ኢሳያስ ከም ምዃኑ መጠንሲ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ዋ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምባል በፂሐ እሞ ከምኡ ዳ መሰለ ገለ ሕቶታት መፂእካ ደፈልጥ ከምዚ ንዓይ ድመፀን እንተዘይ መፂእካ ከናበይ ገፅ ካብቲ ክኸውን ዝኽእል ሲናርዮታት ከም ምዃኑ መጠንሲ እዚ ፖሲብል እንታይ ትብል ኮን ማለት እቲ ዓበይቲ ሃገራት ከምቲ ትብሎ ዘለካ ካባካ ኣይፍለኒ መፃወት ሸራፋት እዩ when the elites are playing ብሽም ካልኦት ዝግበር ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ከመይ ትሪኦ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዝኣመሰለ ምፅኢካ ደፈልጥ እየ ኢላ ክትሓትት ደልየ just for the sake of brainstorming ኣብ ግምት ክኣቱ ስለ ዝግብኦ thank you መራሕቲ መደብ ከዓ የቀኒየልና ሓው ሃይለ ኦኬ ቀፂለን ዓንደ ብርሃን ክቦሞ ናይ ክልቲኦም ተቕሊልካ መትስትብ ዓንደ ብርሃን يسمع لهم هو اسمع الله ثانك يو دانيال لو مو كان مጨረሻ ሓተታ ይሆይኔ ቅድም ቀልጢፈ ዝሓተት ነይረ ሶሪ እጂ እንታይ ኣኽብል ደለ ثانك يو ስለኣቶ ተጋዳላይ መናስ ሞሮም ይማ መንግስት ኣብ ኣስመሮም ሶሪ ስለቲ ናይ ዞባና ዝሃብካና ትንታኔ ناتي حتى أبزيب دعوة أمريكان وقعدنا تأساسيركا زجلس كايا نيرامو أمريكاس نتجار الحرنة في ارتلاع اعتداليا نيرا الكامو تايكون خونت ما مغنيتا أمريكا زي مدلايا زي خفل سلز دلوخي يغني لي thank you يغني لنا عند برهان اوكي استاذ منقص اب ناي كلتيوم السخت بمو بدحريو في ناي اوبن ديسكشن كنعطي ناي تفضل اوكي ثانك يو امينو انا تاناي حيل ولدو زبلا خستاي اي سمعكوان مالت سمين اثيوبيا الكاسمين اثيوبيا حجي تግራይ አምሓራ كم سمين اثيوبيا يتوسد مالتي مبرق السودان كعاز كله حارن دواب زسفرو خاب شاف ساحلات حسكا حساب بعل منشوز بتصحي مالتي حساب بعل قدارف قال مليتات زبتصحي مالتي ابرسيو خا ايرتران خا مساعتو مالتي زبل اب منتاي كستاي تمركوسا كستاي مخانو ساي تردأنن ذات كم حسب كمان سمعيو اي فلتني لكن كم تبراهيم قبيل زبولو بزح كستايات هالونا يكون سبيراسي تيوريتات زبحال مالتي كوم اوتات زرقو حسابات اللو مالتي لكن كأمن زخيل نقراسي اي رأى كلون مجمريا قزي خا اسمح الله مالتي اذا حساب ديسك مهلاوس مجمريا قزي اسمح اللهم هو من البعض كم فتاتش كم زملكت نجرت لي زي كأن نجرون يلن كتبل تغير اندخاء سلزين نمفتاش ون عدل ما هي يدل مالتي أنا جنز فلت نجر يا بالليل عند برهان كأنا نجابها خطفو لازدلي ومخنيات أمريكا سي انتايويات بالميرة أمريكا نجابها كم كومونيستي فلتوا نيروم من السوفيت حبرت زمدنا تقبر نيرا زبل اللوم
أبسساتات أنت تمليسكا كمان توم تقادلتنا أنا أبنيت أب تشاينا أب كوبا أب قليل ناخدو يمهرون يرمزو كله أب حساباتنا أمريكا يأتيو مالتي ስለዚህ መወዳእታ ምርጫ ወሲዶም እዮም ማለት እሺ እቲ እንተ ደኣ ደርጊ ክወድቕ ኮይኑ ሻዕብያን ወያኔን ክሕይሉ ክኽእሉ ኣለዎም ተባሂሉ ነዚኦም ክሕይሉ መሪፆም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብኦም ብስዑድያ ኣቢሎም ነቲ መደብ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ጀሚሮም ኣብ ሜዳ ከለና ምርጫ እዩ ተዋሂቡና ማለት እዩ ወይ ናብዚኦም ውድባት ዘለዉ ትኸዱ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ወይ ከዓ ናብ ህዝባዊ ግንባር ትኸዱ ወይ ከዓ ዓድና ትወፁልና ተባሂልና ኣባላት ናይ ጀብሃ ዝነበርና 10 መራሕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣቲና ኢና ሓደ ዓመት ተኣሲርና ኣነ ምስኦም ነይረ ማለት እዩ ኢብራሂም መሐመድ ዓሊ ዓብደላ ናስር ረመዳን ሳልሕ ኣነ መንግስቱ ተኽለ መለኪን ወዘተ እትያት ከዓ ንስኻትኩም ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣብ ሱዳን ዶ ክትራኸቡ ፈቲንኩም በለብ ፈቲንኩም ተራኺብና ይንፈልጥን ዋላ ቀሪብናዮም ከማን ኣይንፈልጥን ማለት እዩ ዝብል ታሪክ ምሂዞም ማለት እዩ ሓደ ዓመት ኣሲሮምና መወዳእታ ክትወፅልና ኣለኩም ካብ ዓድና ተባሂልና ኣነ ተኽለ መለኪንን ሽወደን መፂና እቶም ካልኦት ገሊኦም ንኣሜሪካ ገሊኦም ንሆላንዳ ገሊኦም ንገለ ወፂኦም ዩኤን ተሓባቢራትና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ጀብሃ ሓይሊ ኣይተደልየን ካብ ኣብ ሱዳን ኣይድለን ነይሩ ናይ ሳግም ከማን ዝተኣሰሩ ነይሮም ኣብርሃለይን ናሕፈሮምን እዮም ነይሮም ኣብቲ ተኣሳስራና ከማን ፍልልይ ነይሩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ንሕና እቶም 10 ምስ ገበነኛታት ምስ ገሌና ተኣሲርና ሰንሰለት ዝተኣሰሮ ኣብ እግሮም ዝተኣሰሮ ጫሕጫሕ እናበለ ዝኸዱ ገለመለ ኣሕፈሮምን ኣብርሃለይን ግን ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ እሱራት ዝእሰሩሉ 2-3 ሩማት ነይረ ኣብኡ ተኣሲሮም ማለት እዩ ካብኣ ውፅእ ኢሎም ናብ ሻዕብያ ኢዶም ድሓር ስለዚ ኣብኡ ከለውስ ይስራሕ ነይሩ ናብ ሻዕብያ ንክኸይድ ሓደ ሸነኽ ካብ ጀብሃ ተፈንጪሉሲ ንሻዕብያ ክኸይድ ስራሕ እውን ይስራሕ ነይሩ እዩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ማለት እዩ ስለምንታይ ንሕና ኣብኣ ዘይተኣሰርና ምስኦም ስለምንታይ ምስቶም ገበነኛታት ተኣሲርና ንሕ ስለምንታይ ውፁእ ተባሂልና እሳቶም ስለምንታይ ካብ ሱዳን ውፁእ ዘይተባሃሉ ክትሪኦ ከለኻ ዝኩሉ መደብ ነይሩ እዩ ንጀብሃ ናይ ምህራም ጀብሃ ዕንቅፋት ከይትኾኖም እቲ መሬት ፅውፅይ ገይሮም ዕላምኦም ደርጊ ክወድቕ ኣለዎ ስለዚ ነዞም ክልተ ውድባት እዚኦም ከነሕይል ኣለና ተባሂሉ እዩ ማለት እዩ ትዘእሰረና ሰብ ከዓ ንፈልጥ ኢና ንሕና ብሓሶት ዘእሰረና ሰብ ከዓ ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ፀጥታ ናይ ሱዳን ዝተሓባበሩና ነይሮም እዮም ማለት እዩ ንሱ ከዓ እዚኣቶም እእከቡ ኣለዉ ይኣትዉ ኣለዉ ከምዚ ኣለዉ እናበለ ናይ መዓት ቲያትር ክስታይ ሰሪሑ ዘእሰረና ማለት እዩ መወዳእታ ከዓ ናብኦም ከይዱ ኮሎኔል ገለ ኮይኑ ኣብቲ ናይ እንታይ ምድብሎም ናይዞም ሰረቕቲ ገበነኛታት ገለ ትብል ፕሮግራም ነይራቶም ኣብኡ የርኢ ነይሩ ንረኣየ ተኽለ ዝተባህለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መደብ ነይሩ እዩ ንጀብሃ ምጥፋእ ብግብሪ ከዓ እዚ ንጠቕሶ ዘለና ጭብጥታት ዝተወስደ እዩ ማለት እዩ ናይ ስዑድያ ናይ ፀጥታ ክስታያት ኣብ ግብሪ የውዕልዎ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ነይሩ እቲ ሓቂ ጀብሃ ይተደለየትን ኣብቲ ቦታ እቲ ሻዕብያን ወያኔን ግን ነቲ ናቶም መደብ ኣብ ምዕዋት ከምዚ ሕግዝዎም ስለ ዝፈለፁ ሓገዛት ገይሮምሎም ማለት እዩ እዚ ነይሩ እቲ ኩነታት ኦኬ بتاعنا طبعا الأخ هايلو ولدو أنا لم أسمع هذه الفكرة أو هذه الخطة وعندما نقول شمال إثيوبيا وشرق السودان وأريتريا يعني ممكن ندخلها في نظرية المؤامرة
ونحاول أن نتتبعها، لكن أنا لأول مرة أسمع هذا الكلام، إنه يريدون أن يأخذوا شرق السودان وشمال إثيوبيا وإريتريا ويعملوا دولة واحدة. أنا لم أسمعه، لكن هو يغال الكثير، وهذا ممكن أن ندعها في خانة أو في نظرية المؤامرة، وعلينا متابعتها، لكن بصراحة لم أسمع عنها. أما بالنسبة للسؤال الثاني، الأمريكان كانوا يعرفون الجبهة، أو في مخيلتهم أو في تقييمهم الجبهة هي كان تنظيم يساري وله العلاقة مع السوفييت، وأيضا العلاقات القديمة التي كانت مع المعسكر اليسار، سواء كان سوريا وكوبا، والتدريبات التي كانت تأخذ بعض الكوادر في هذه الأماكن، كل هذه المسائل. والشيء الثاني، هم طبعا رأوا أنه إزالة النظام في إثيوبيا، اختاروا تنظيمين، اللي هو تنظيم الجبهة الشعبية وتنظيم ويانا تيغراي، فبالتالي أبعدوا الجبهة وأسقطوها من هذه حساباتهم، بل إنما ذهبوا أكثر من ذلك، قالوا أن هذه الاتجاه هو الاتجاه الذي ممكن أن يكون عائق أو حجر عثرة لتحقيق ما نريد تحقيقه، فبالتالي يجب إزالته. فبعد ما وما يدل هذا، بعد ما أن دخلنا إلى الأراضي السودانية، أتت إلينا السلطات السودانية فطلبوا مننا أن ننضم إلى الجبهة الشعبية أو نترك السودان. فبالتالي أنا بتذكر تماما أنه 15 شخص مننا، بما فيهم إبراهيم، محمد علي، تخلة ملكين ومنغستو وآخرين، تم سجننا وقالوا إنه نحن لدينا علاقات مع الإثيوبيين. المهم خلقوا حجج، ونحن نعرف تماما الشخص الذي كان يبلغ بينا ويعطيهم هذه المعلومات حتى يقوموا بأسرنا، وهذا الشخص معروف. بعد ذلك، بعد ما أنجز مهمته، راح إلى الجبهة الشعبية، وكان المتحدث باسم الشرطة الإريترية، وهو اسمه نرأيو. أيضا لسنا نحن فقط لوحدنا اللي سجننا، أيضا من تنظيم ساقم كانوا سجنوا أبرهالي كفلي، العميد أبرهالي كفلي أو الجنرال أبرهالي كفلي بوظيفته اليوم، وأحفروهم. ولكن السجن كان يختلف من السجن، نحن كنا مسجونين مع القتلة والحراميات، والسجن يعني فيه مشاكل كثيرة، مفروض ما نكون نسجن فيه نحن، لكن نحن تم سجننا إلى هذه المكان، إلى هذا السجن. وسجن أبرهالي كفلي وأحفروهم كان سجن سياسي، وبعد ذلك هم أعتقد قبلوا أن يذهبوا إلى الجبهة الشعبية، فبالتالي راحوا إلى الجبهة الشعبية، وحتى يومنا هذا موجودين في الجبهة الشعبية. ونحن طبعا الخيار الآخر بعد خروجنا من السجن هو كان أنه أن نترك السودان، أن نخرج من السودان. فأنا وأبرهالي وأنا وتخلة ملكين طبعا بمعاونة الأمم المتحدة تم نفينا أو تم إبعادنا إلى السويد، والآخرين إلى أماكن أخرى. فهذه كل القرائن تدل أن الولايات المتحدة كانت لا تريد الجبهة أن تكون في الساحة وأن تكون في إريتريا، وهذه هي قرائن ماثلة أمامنا، ليس أي حكايات ولا هي أيضا تخمينات، بل إنه واقع وحصل.
ورأوا أنه لإزالة النظام في إثيوبيا هو تقوية التنظيمين، وعملوا حتى النهاية ونفذوا مخططاتهم من مستفيدين من هذا التنظيمين. وهذا كلها هي دلائل أنه كيف كانوا يعملون ضد الجبهة، ولماذا كانوا يريدون الجبهة أن تنتهي وماذا فعلوا. وممكن سرد أشياء كثيرة، ولكن أعتقد هذا هو كفاية. شكرا قرماي. اسكين اشتي بس حو منقستا بنسقا بزيادة فتيناي أبالات مريحناتكم ويكا عبيتي كادرات تي زقات أمامكم يكون ويكا يعني حدا كابتي توسدا سقومتو تقلس كاللخا جن بزعباتي سراويت أبتي أب سودان زنبري نسوق أجريسو كاب سودان ويكاب كبابي إرتران خرحق تباهيلو بتي سمانيان كلتن بفلاي درجة كل حاجرات ناتاتن إمباسي نوتسعي عدل كفيتو نقول تمن سي كله بفلاي تتجادل زنبرة بملؤ أبتوانتي جرمن بيو أمريكا دي خالو كلاتهم كفوت زخونيناي وتسعي ندقناي مقاد عدل هبن بملؤ تي أو في خبابي نخيت أنحت من سي تتجادلاي تمليسون ميدا زكوني مبسوط الميفون خي كالس نزي عينة سقومتون توسيدي إمالة تكساب سعودية خي ترفت زكونة زيارة دي ويكاني كالت عمره ولا حج تباهيلو نخمت إرتراوي أزيل تقاملو زنبرن نوي عامتات زخدت تقامات نسون كي ترفت في التحت تغيرلو بقللو سب نقبسي يخون نجرمن يخون أمريكا دينا كله نتيز نبرة من سيون كفتبوتا توتالي نخرحق توسد سقومتون نيرو كم توساخي أبتلع لزبال كايا من قستار مالك. Thank you. Okay. ترجمان زيان إشتي؟ أي بزح ستايب بالكو. نونا تتقاد لايز نبرة نكون لو نعوم كفتبوتان مرحق تباهيلوسي توسد سقومتي أقل تسنح يعني. أيضا هناك هذا هو أب ميدا زنبرة سراويتنا ون أب ميدا باش زنبرة ون بس بارن بالسودان تحريمو مالك فحلو قالي السودان قالي هاني إثيوبيا خمسة تغير بتكزيتي زي أول نسك خمسة هو من سنة زيانا أمين ونستاشي متبلة حتى جيش التحرير الذي كانت في منطقة القاش وبركة أيضا هذا تم يعني التعامل معه عسكريا من قبل الجبهة الشعبية وبالتعاون مع النظام في السودان. فحتى في تشتيت الجيش حتى لا يلملم جراحه ويقوم بعمل تنظيمي كان مستهدف من قبل النظام. في هذه المسائل طبعا حتى لا يخرجنا من الموضوع، ولا ممكن أن تسرد أشياء كثيرة وفي وقائع كثيرة، وأعتقد هذا هو يكفي للرد على السؤال أن وقوف كثير حتى دخول الجبهة إلى منطقة تهداي وكراكون. أنا يعني دخلت بأسلحتها، والجبهة طبعا عندما تواجهها مشاكل وكانت من السهل كانت تتعدى منها، تعمل اجتماعات أخيباتات تقدر وقبائي خون كنا تاتنا بنبوري من لس نيرو قلنا. حتى الحكومة السودانية كانت تمهل الجبهة الشعبية قوات التحرير الشعبية إذا واجهت مشكلة أن
أن تسلح أوداعها وأن توفق أوداعها في الأراضي السودانية ثم كانت تعود إلى الميدان. لكن هذه الفرصة لم تعطى للجبهة، إنه كانت 24 ساعة أن ينزل حوالي 20,000 ولا 30,000 من الجيش أن يسلم أسلحته للسودانيين أو يخرج من الأراضي السودانية. فهذه كمان حدا خابتخال استهاتي قدم حجي ثورة إرترا شجر كقاطمون كلهم مجمر تاجب هاي كنت مريض السودان زاتو كلهم شجر كقاطمون كلها ثورات تفعل عليها ودبات إرترا إنه سوداني أتواني رنجن عدلي رخبا سقاب كنت تنزب معارية شجران سقاب فتحة ندقينا خان ميداي ملسا جن إذا عدل زي أبجبها بسيحو ولا نحدين تمتين قوات تحرير زتواه بديو نهزبا وقنبار زتواه بديو ولا نخالد زتواه بديو أي تواه سلازي زي كله مرآيان أيتي أبتيل عليه جبهاك والسد تدليه كم حيلي أبتبوتاك هلو زي تدليه اللو مخنيات موخا تي زقات موشقر كاب كلتا كبقعهم زخيل ولا خطعص عصفهم زخيل وقعات والدبات زي كونه كاب بزح شخنا خاتي مس 5 نظرين ايو اوكي شكرا تفضل امين هاي يا درجة ودينا مالتيو استاذ منقسط اب ناي بحق يصبغ مشات همسينا تي قناتات اب ايثيوبيا يو ولا اب السودان تفتيرو زلو بقبو غير كابتنتنا تي سيناريوهات انتاي مسلالو انتاي عينت صلواتات كله خئليو لكع كمتي أبر استزغمتنايو أزيو حبتام زخونة مقلت سخت بالناس لازم سخا بشمين بشم بصوتي أم حضرتي نايزي جروب العلم مسقانا نقبلك كمون نقولهم توم ملو مشت مسانا زمسكم بحطوا لي بخالو تساتفكم ولا نتم أب فيسبوك تكاتاتلونا زمسكم كاني العلم مسقانا نقرب لكم مالتيو زخواني عم مجرد شاق تبلو تدلي على كان تراخوينو من قصة ابن عاقا عبد الكبكا قدمين بصوتي عبد المهاب أنا بزح قبله زدلي نقر يبلين يغني اللي لني قصلوا نقول بزي أخي بازم سي بتصم رب زصنحا خا مسغاناي يقربولو ثانك يو مجرشا نت نات كاونت داخيمو يا اوكي تفضل استاذ قرماي عبد النعخه انا انت مجمرتا صبغ مشيت صبغ امسينا جن حدا نجر كتحساسبو زدل نجر አሉ እዚ ኣብዚ መወዳእታ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና እዚ ታሪኻዊ ተረኽቦታት እዩ ሕጂ ንምውንጃል ወይ ንምኽሳስ ወይ ንሕና ቁኑዓት ነርና እቲኦም ስታይ ነርና ዘይኮነ እዚ ሓቅታት እዩ ወኒ ናይ ተረኽትን ንተመራመርትን ዝግደፍ ነገራት እዩ ስለዚ ብኡ ካብ ዝተፈላለዩ ውድባትን ካብ ዝተፈላለዩ ስልታትን ስለዝመፃና ስለዝኾና እዚ ገዛ ንሓደ ውድብ ንምትንካፍ ነቲ ካልእ ውድብ ካስታይ ምባል ዘይኮነ ሕቶ መፅኡ ትሕቶ ከዓኒ ዝነበረ ኩነታት ኣይነበረን ከምኡ ይነበረን ዝበሃል እንተደኣ ኮይኑ ولا حنتي نتوم ترختين نبدأ الحجين ونستاي ذبليو بخالق جن حجي تمليسكا أبتين هاي قدم شعبيان جبهان قال ملن زبل كن أتو إلنا زمس أنا جر كم زي كونه بزمل كعزي أنت تردانا يو كم أكلنا حوار حوار عوزته وحوار لواء مشترك بخمزي كن رئيو يدلي بزترفه صبغ مشيت نيرو ابتي زغصلكا ابتي
بعلال ملكع ديو بخستاي ديو أبون أبكال إن كأنا تتريف النازل له خناتات خنات تتريف النازل له ساعات كنتي أقدم أبيلنا زحلفنا ساعات كنا حلفه تسفى قبر شكرا أمين شكرا أستاذ قرماي. أستاذ أبو ناصر إذا تسمعني. أبو ناصر يلون كيكون اسكي من البات ومقشان دي دولو سمعت لن كيكون. دكتور نبيل آخر كلمة. أوكي دارقا سمعونا يلون سلازينا يلوم شد بروغرامنا أبزي نعطل لنا كم تلومود قنطانا يدردشا وي أوبن مايك نتيزم سمينار قمقامة مها بخون نايري توتاتنا مفساس عدل كنكتسلينا مالتيو نتنتاشون لو كنبلو